من بعد ما البنات بزاف قالوا لي اختي قولي لنا قاستك. انا اختي غادي نعاود لكم اليوم قاستي كيفاش حتى خرجت من المغرب وجيت لاسبانيا، ومن اسبانيا جيت لفرنسا، ومن فرنسا جيت لايطاليا. المهم اختي معكم سكينه، عندي 28 عام، عندي 3 ديال الوليدات. في 2014 في شهر 4 اختي كنت تزوجت بالاب الاول ديال ولادي اللي عندي هيثم وامير، الله يخليهم لي ويخلي لكم وليداتكم. كنت اختي تزوجت بزز من والديا، يعني والديا ما كانوش راضيين على داك الزواج. الاب ديالي عطاني الموافقه، ولكن بشرط بانني ما هو با ما انا بنته. ما عليناش. علاش اختي؟ حيت كنت خديتو بزز منهم. انا اختي كانت عندي 16 عام، يعني ما يقدرش القاضي يزوجني. التجأت للقاضي الاسره، يعني ما مشيش عند العدول يديروا لي الكاغيط حيت كنت اختي قاصر، يعني والديا هما اللي مكلفين بيا. من بعد ما تدخلوا العائلات ومن بعد ما جاو الناس، يعني الاب ديالي وافق باش يعطيني الموافقه، ولكن غيدير وكاله لماما باش ماما تعطيني الموافقه باش نتزوج. من بعد الاجراءات كاملين الاب ديالي قال لماما هذيك ما هي بنتك، بنتي امها، بغيتي بنتك ولا شفتك عندك شي علاقه ما بين بنتك غادي نطلقك. يعني كنت يتيمة الحيين كما كتعرفوا. دابا 2025 ومن 2014 ما شفت الوالد ديالي. ما عليناش. بما انه كان كذب عليا قبل، قال لي عندي با وامي. من بعد ما تزوجت انا وياه عرفت بان با وامي ما عندوش، يعني ما عنديش فين نمشي نسكن انا وياه. هو كان كبير عليا ب7 سنين، كان كيسكن في الدار ديال جداه، وجداه مرا كبيره يعني وساكنه معها بنتها اللي هي عمته، اللي كانت مكلفه به هو واخوه واخته اللي كانت صغيره، حتى هي الاسم ديالها سكينه بحالي. المهم ما عليناش. كنا اختي مشينا للعروبيه، سكننا مع خالته، حيتهما يعني من عائله ميسوره، يعني عندهم واحد الدار فيها كما كيقولوا الناس ديال كانت خارجه من قنيطره في سوق الحد، فيها البحيرات، دار كبيره، يعني عطاونا بيت، فرشوه ليا تهلاو فيا خوالات، والله يعمرها دار، كساوني ما نقولش لكم ما خلاو ما داروا ليا. من بعد اختي ما درت 3 شهور كنا جينا رجعنا عاوتاني للقنيطره، 3 شهور يعني اللي سكنت مع خالته في العروبيه. رجعنا اختي للقنيطره، كرينا بيت، ناض هو كيخدم، كان كيخدم كيبيع الخضره الديسير في الخبازات، وانا اختي كنت جالسه في الدار، كنت صغيره يعني جالسه كزوجه، كان طيب كل شيء. كنت اختي حملت وطاح ليا البيبي عنده كاكشي 3 شهور، طاح ليا بنادم، يعني ما لا عائله لا حنين لا حتى شي واحد، حتى واحد ما لقيته في جنبي من غير خوالاتو. المهم ما عليناش. هو كان كيبيع وكيشري، كان اختي مدوز عليا الصراط المستقيم، ملي كنخرج معاه ممنوع نهز عيني، الا هزيت عيني كيقول لي كتشوفي في الرجال، كتشوفي في الطوموبيلات. كان ملي كيخرج يخدم كان كيسورت عليا البيت وكيخليني تما حتى كنجي، حتى كيجي هو في العشيه من الخدمه. من بعد هذا الشيء كامل كنت اختي بديت كنكبر يعني، وبغيت يعني كنشوف راسي في بيت، وكيف ما كتعرفوني البنات اللي كيعرفوني يعني مكافحه، بغيت يعني ندير شي حاجه، بغيت ندير داري، بغيت ندير مشروع بحال هكا الخدمه. قلت له شنو بالك نبقى نخدم معاك غير هذه. كنت في العشيه كندير له الكاسكروط وكنت كنديه له الخبازات. من بعد شويه بديت كنكبر وهذه بديت كان كيجيب لي بعد مرات 2 صنادق ديال القوق كيحطني حداه كنبيعهم، يعني فهمتي رغبت وطلبت وقلت له عافاك ما نقدرش نبقى في الدار هذه شويه. اختي كانوا عندنا تما طالبين الشركات، طالبين البنات اللي عندهم 9 باش يدخلوا اختي شنو سميتو، باش يدخلوا يخدموا في الكابلاج. كنت كنخدم انا في ديلفي. اون فوا درت 18 عام دخلت نخدم في ديلفي، قلت الله يا ربي دابا غادي نخدم. ويعني هو كيخدم تبارك الله، كان كيصور هكاك 150 درهم 200 درهم في المغرب، راه شي حاجه في النهار. وحتى انا غنخدم يعني غنقدروا بحال هكا نديروا دارنا، نحطوا يعني في السكن الاقتصادي. كنت فرحانه. من بعد اختي بقينا كندوروا من بيت لبيت، يعني كنكريو وكنت كنخدم. كنت اختي حملت في ولدي الاول، حملت به وكنت كنخدم في الكابلاج. من موراها هو مرض واحد المرض خايبه ما نقولش ليكم، وجلس
وانا اختي اللي كنت يعني كيف ما كتعرفوا يعني كيف ما هو ملي غتمرضي راجلك غيهزك، انا قلت زعما ما درت فيها حتى شي درت فيها حتى شي مشكل. يعني قلت راجلي كنت اختي كنصرف، كنت كنخلص الكرا بعض المرات بنت عمتي كنت كنتسلف من عندها باش نقدر يعني نسلك داك الشهر في الكرا وفي الماكله والشراب. وكيف ما كتعرفوا اختكم كنت كنتوحم، ما كنتش كاع كناكل في الدار، كناكل غير في الزنقه. يعني بعض المرات كنخدم 3 شيفت، مره في الليل مره في النهار مره بالليل مره في الصباح. كنت كنخرج دائما كناكل غير الليمون والحريره والخبز، وكناكل ماكله الزنقه برا. مهم من بعد اختي ما قربت نولد قلت له انا يعني ما نقدرش حيت خرجت شوماج. يعني ان فوا كلشي كبرت درت السابع، واللي كنت كنشد قبل ما نحمل يعني قبل ما نخرج شوماج كنت كنشد هذيك 2500 درهم. من عطاني شوماج وليت كنشد 1200 1300. يعني ما تقدرش تكري لك، ما تقدر دير لك والو. يعني قرر هو يمشي يهضر مع عمته باش تقدر تدخلنا لدارهم، حيت جده كانت ماتت الله يرحمها في هذا النهار. مويلها لا مسكينه، ديك المراه عمري ما ننسى خيرها. المهم ما عليناش، يعني ما بغاتش تفتح لنا الدار لتحت وما بغاتش تفتح لنا الطبقه الوسطانيه مسدودا، يعني دار الوراثه. يعني عنده حقه هو في بواه اللي ميت. قررت بانها من بعد ما هضروا معاها الناس وناضوا مشاكل بزاف وحشومه والمراه حامله وهادي وهو كان مريض، يعني داروا لنا بيت في السطح وضالاتوا لنا بالقصدير. يعني بيتي انا وبيت خوه كانوا حدا خوه هو. مهم ما عليناش، كنت ولدت ولدي تما في الخب حدا الخبازات، كانت دارهم تما في جروب دول البنات ديال القنيطره راه غيعرفوها. لسوء لحسن حظي كانت عمتو لي في اسبانيا جات. كما عمري ما ننسى خير صراحه، صرفت فيا غير الخير، لا هي لا بنتها. واخا يعني بنتها وعمتو اللي ديال المغرب ما كانوش كيحملوني ولكن وقفوا معايا. داكشي اللي داروه معايا عمري ما ننساه اليوم. يعني كنت باقا صغيره، ولدت اول ولاده على 18 عام، هيثم ولدت على 18 عام. ما نقولكش داوني للسبيطار، يعني هضروا مع الفرمليات اللي ولدوني، كانوا كيهزوني ويجيبوني حتى يومين وانا كنتوجع. كيف ما كتعرفوا اول ولاده من ماما ولد جابوني بالصغاريس، داروا ليا كزعه الفكاكه، لقيت بيتي مفرش. عمتو هزتني سيمانه وهي كطيب ليا حتى وقفت على رجيلاتي. وللاسف الوالده ديالي ما جاتش عندي لا هي لا جده لا خوالاتي لا حتى شي واحد ما جاوش عندي. مهم كانت اثرت فيا بزاف، بالرغم من ان راجلي كان كيعيط ليا وكل شيء. ماما دائما كانت كتقول لي انا باك غادي يطلقني الا تلاقيت معك وهادي، وانا كنت عاذره عيط بابا صعيب. مهم ما عليناش، بقيت هكاك. من بعد ما كبر ليا وليدي كانوا عاطيني 5 شهور، 3 شهور ديال الولاده وشهرين ديال الرضاعه اللي كانت عطاتها ليا الشركه. من بعد اختي هيثم دار 5 شهور، يعني ما كنتش لاقيه فين نحطو. وليدي كان صغيور، كنت اختي كنخليه مع بواه وهو جالس يعني في الدار وانا اللي كنت كنخدم. من بعد اختي ولدي كان مرض ليا، يعني كما كتعرفوا كان كيشرب الحليب ديال البزوله شويه ولا يعطيه الرضاعه. حيت اختي كنت كنخدم البنات ديال الكابلاج، راه الموت الباطئ. تصور البنات كنت كنخرج مع الوحده ما كنجي حتى ل 11 ديال الليل. ملي كنت كنجي عرفتي البنات اللي كانوا كيجيو حجرات غيطرطقوا غيتفرقعوا، كنت حتى كنحلبهم شويه حتى نعطيه. الولد مسكين مرض، يعني كيفاش 5 شهور بدات كنعطيه يعني حليب واحد اخر. قررت بانني غادي نجلس من الخدمه. منين جلست اختي من الخدمه يعني كانت الظروف شويه صعيبه، هو ما كانش كيخدم بزاف. كان مره كيخدم مره كيصبح راقد، يعني كان مولف اللي كان كيخدم عليه. المهم ما عليناش، كنعترف بخطئي. انا كنت صغيره وهو استغلني، فهمتوا البنات؟ انا كنعترف بخطئي، ولكن من الخطا يتعلم الانسان. من بعد اختي خوه كان ساكن حدايا، كانوا وقعوا بيناتنا بزاف ديال المشاكل. انا اختي كنت ديك فلوس ديال الزروره مخبياها، كانوا تما. خوه ما نقولكش كان كيغير منه، يعني كيفاش هو صغر منه والد حتى هو ناض تزوج، مرتو كانت كتحرش. نتوما عارفوا اللوز مع لوسه ومرت اللوز مع مرت اللوز، يعني ناضوا بيناتنا مشاكل بزاف. ما عليناش، قررنا باننا فين غادي نمشيو غنبدلوا المدينه. يعني غناضت كارثه في ديك الدار، الدابيزات والخبيط وداك التخربيق بيناتنا. وصلنا حتى للبوليس. ملي مشينا عند وكيل الملك قالنا يا غتصالحوا ولا غندخلكم كاملين نهبطكم تمشيو للحبس.
المهم ما علينا، جينا كل واحد خدا تيقارو، يعني قررنا قلنا شنو هاد الفلوس ديال الزدروره شنو غنديروا بها. كيف ما كتعرفوا 3 شهور زائد 5 شهور هما كانوا عاطيني كيخلصوني، كنت انا كنجمعها. قلنا فين غادي نمشيو ولا عندي روشا مشروع ولا شنو غنديروا. قال لي هو نبدلو للبلاد. قلت له يعني شنو تقترح علينا؟ قال لي يا نمشيو للعيون يا نمشيو للناظور. انا قلت له خالي راه كنمشى للناظور وكيقول عليها يعني نقدروا تما نديروا مستقبلنا ولا شي حاجه فيها البيع والشراء وكل شيء. المهم هزينا صويك وزدنا اختي للناظور، مشينا جلسنا في الوطيل، من موراها بقينا كنقلبوا على الكرا. مشينا كاينه في سوق ولاد ميمون واحد البويت شويه، هو يعني كان كيخرج ويهضر مع الناس وهذه. كان تلاقى مع واحد الراجل تما كان ساكن، قال له راه كاينه الناس كيدخلوا يديروا اللجوء في مليليه. قال له كيفاش اللجوء؟ قال له راه كيطلعوهم لاسبانيا وكنعرف الناس بزاف وهذه يعني. قال له شنو خاصنا نديرو؟ قال له خاصنا نديرو خاصك شهاده السكنه ودير باسبور وعاد تقدر تدخل. منين اختي درنا باسبورات، ولكن صعاب باش درنا شهاده السكنه. نقول لكم الصراحه، يعني هو كان كيعرف كيفاش يدخل راسو، هضر مع مول الدار، هو يقول له تقدر تعاونني باغي نبقى ندخل للمليليه نخدم وهادي وخصني باسبور، تقدر دير لي شهاده السكنه. راجل مسكين تعامل معنا، بالرغم من ان شهاده السكنه باش تاخديها في الناظور كيخصك تخلص عليها فلوس، كيف ما قالنا البوليس اعتمد شهاده واحد شي ورقه كتمشي عند البوليس هما اللي كيعطيوها لك. المقدم دورنا معاه، يعني هما يديروا لنا شهاده السكنه لنا من الكار المليليه، يعني من الحماره للطياره بحال هكا. بقينا كنضحكوا قلنا لا لا حنا راه موده وحنا هنا. قال لك عرفناكم. المهم ما عليناش، حيت خصك تكوني موده في الناظور عاد باش تاخدي شهاده السكنه. يعني المقدم هو اللي كنا دورنا معاه وقال لنا بانكم نتوما راه ساكنين موده تما. درنا اختي الباسبورات ديالي وديالو وديال هيثم، كان زايد عندي غير هيثم، ودخلنا اختي المليليه. قدمنا اللجوء في مكتب اللجوء، يعني درنا اللجوء انساني. داونا اختي لواحد السونتر ديال المهاجرين في فرخانه. منين دخلنا ليه يعني حيدوا لنا باسبوراتنا بصمونا. دخلنا اختي لذاك السونتر، عطاونا حويجات ما نقولكش، تهلاو فينا. ولكن الرجال كيسكنوا بوحدهم والعيالات بوحدهم. جلسنا اختي مده طويله جايه العام في هذيك البلاصه. يعني في الاول انايا ملي كنت دخلت وكنت طولت واحد 6 شهور، يعني كنعرف كيفاش ندخل راسي. يعني قلت نشوف العيالات تما. كان واحد الجزائري هو ومرته دايرين تيندا يعني دايرين كيديروا القهوه اتاي. المهم داك السونتر فيه الجزائريين التونسيين، فيه الناس اللي عندهم الحرب، فلسطينيين يمانيين سوريين، وكانوا سوريا في الحرب في سوريا في 2017. مهم ما عليناش. وانايا انا قلت شنو ندير. انا اختي بديت كنصايب البنات شعرهم ملي كيطلعوا صاليد هذوك السوريات وداك الشيء، يعني كيفرحوا نهار الخروج ديالهم من مليلي غيطلعوا لاسبانيا، حيت كتعطيهم واحد لاكارت فيها 6 شهور. ولكن المغاربه والجزائريين والتونسيين اللي ما في بلادهمش حرب كيطولوا تما. ما عليناش. قلت شنو ندير. بقيت كندخل تما الدخان، يعني الكاروك وطربوند هو كيبيعوا للرجال وداكشي، وانا كنت كندير قهوه اندومي داكشي. كنت مهم ديبانيا راسي، كنت بحال هكا الحوايج البنات كيخليوهم ليا كنت كنصبنهم باش نبيعهم في الجوطيه باش نقدروا. علاش؟ حيت الماكله ديال داك السونتر، تصور كان واحد السونتر تعذبت فيه بزاف. كتهزي بلاطو ديال الحديد، كتمشي داك اللحم كيعطيوه لك زرق، كيديروا لك الروز. تصوري شت الناس مساكن الروز بيض كيديروا فيه دانون. كانوا تما الافارقه، يعني واحد لا سوفرونس. دوزت سوفريت في داك السونتر. تصوروا بيت كنا نسكنوا حنا 10، يعني دايرين لك داك الناموسيات بحال المحابسيه، واحد الفوق وواحد لتحت. من مور دائما كانوا بيناتنا المشاكل، يعني هو الشك دائما لبسي طويل. لا كيف يعني ما قدرش يتقبل كيفاش انا غنسكن بوحدي وهو غيسكن بوحده. هو مشكاك بزاف في المغرب وكان مدوزها عليا. يعني ملي كنا كنمشيو عند عائلته، يعني ممنوع انا ما نعش حداه، خصني نعس حداه. واحد النهار دابز مع خالته، كنا مشينا عندها ضايفين. قالت له شوف وليدي هذا رمضان، مرتك راه عاد نعس حدايا وانت نعس مع ولدي وراجلو. قال له حماقيتي والله لا ركدت حداك مرتي هادي. تصوروا كان دائما تصور الا مشينا عند الناس وبحال هكا الطواليت بالليل، يعني خاصني نخرج الطواليت، خاصني نفيقو. ملي كنفيقو كان كيعنقني ويقول لي شو كان فيقتيني نديك.
الا مشيت وما قلتهاش له كان كيعطيني العصا. المهم ملي جينا لذاك السونطر ما تقبلش بانني انا غنعس بوحدي وهو بوحدو، كان دائما مرضني. تصوري كنت بعد المرات تيجيبات حدا البيت من مورا عاد يتاقلم بشويه، كانت دائما انا وياه مشاكل. كانوا تصوروا بعد مرات تضربني ولا شي حاجه كيجيو كيخرجوه، كنمشي نطلبهم كنقول لهم عافاكم راه يبات في الزنقه وهذه، وكانوا كيعاودوا يدخلوه تما، كانوا كيتنازلوا حيت عمليه ماشي اوروبا. المهم ما عليناش. واحد النهاريات كانوا وقعوا بيناتنا مشاكل من مور ما كنا قربنا نديروا عام، وكان اختي صرفقني انا سخفت وهو هز ليا هيثم ورجع به للمغرب. تصوري بغيت نحماق ملي كنقول له الو فين هو ولدي، رجع ليا ولدي، كيقول لي ها هو ولدك راه هو في المغرب، ديري ابل الكاميرا. من موراها خيتك ما حسيت براسي، سمحت في حوايجي، سمحت في كل شيء، هزيت صويكي وخرجت. هذاك الراجل مسكين اللي كنا ناخذ من عنده الدخان كيقول لي بنتي سيري بحالك، طلعي انتي انت راه تبقاي ما حد مجلسنك تنتا يطلعوك، الولد راه يكبر يعرف عباه. وانا الكبده ما هناتنيش. رجعت لمليليا، رجعت للمغرب على قبل ولدي. منين رجعت ويا ريتني ما رجعت اختي، كنا مشينا للحوسيمه، جلسنا واحد السيمانه في واحد لوطيل، من موراها رجعنا لسميتو، ورجعنا للقنيطره، حيت اختي باسبوراتنا ما خرجناهمش، كانوا بقاو مع البوليس باش نعاود نرجعوا لشي حاجه. هو اصلا باش نرجع انا كنت ديجا درت به دينونسيا، يعني ديجا بورطيت به بلا انا سرق ليا ولدي وداك الشيء وقلتها له. المهم عليناش رجعنا خيتك للقنيطره. يا ريتني ما رجعتش، ويا ريتني في ديك الساعه كون الارض بلعتني. المهم ما ندمتش حيت جبت ولدي، ولكن انا جايه غير بشويه اكتشفت راسي بانني حامله بولدي الثاني. اكتشفت كنت كنشرب الكينه واكتشفت راسي انني حامله بولدي الثاني. ما عليناش، مشينا اختي عاوتاني كرينا في سميتو، كرينا واحد البيت وكوزينه في القصبه. الناس اللي كيعرفوا القصبه كنت كريت فيها واحد البيت وكوزينه، وجلسنا انا وياه، كنا جايبين معنا فلوس يعني جامعين انا وياه. هو كان كيجمع وانا كنت كنجمع، كنا نخدموا بجوج، يعني هو كيخدم مع الرجال وانا مع العيالات. بحال كنتو عارفين الناس اللي كيطلعوا صاليد اسبانيا كيبغيو التروسه ديال الكارو، كان كيدخل من الجزائر وكيدخلوه حتى لمليليا. المهم ما عليناش. قال لي شنو غنديروا، قلت له نديروا شي مشروع بيع وشراء، يعني كنت تعرفوا البيع والشراء فيه الفلوس. قال لي دير هذا المشروع. قلت له نجيبوا الحوايج ولا عاود تبيع انت وتشري. قال لي نجيبوا الحوايج. طلعنا اختي الكازا، مشينا للكراج علال، جبنا اختي الفولارات. عرفتي الفولارات اللي جاب ديك زالو هذوك اللي ديال الثوب الملس، جابوا بدينا كنبيعو. الناس صاحبتي زالوكا ما خداوهاش، الزيوفه الاخرين مشاو لنا هذوك ديال الثوب اللي كنا كنديروا لهم 5 دراهم وهذه، والاخرين مشاو ما بغاو يعني ما تباعوش لنا. تصوري بقات السلعه تما، وكنشرا موطور سكوتر، يعني كان كيهزني وكيهز الصاك كيديروا قدامه، وكنمشيو للسواق كنبيعو وانا خيتك حامله ووليدي الصغير معايا. ايوا من بعد خيتك اجلس، هو رجعت حليمه الى عادتها القديمه، جلس ما بقى كيخدم ما والو. خيتك ما لقيت بقى ما ناكل لا والو، مشيت كنخدم بكل شيء، يعني كانت عندي واحد 4 شهور 5 شهور كنت كنخدم في الديور، وعييت ما قدرتش اختي. والديور في المغرب صعاب دازت عليا ما نقولكش. واخا كنت ربي كيلاقيني غير مع الناس المزيانين، نتوما عارفين التماره صعيبه بالخصوص تخدمي في الديور. المهم خيتك بدا كيدور بداك الموطور سكوتر كيدار تشاوك، وانا خيتك مقلوبه ما نقولكش. كنت خيتك كنشد داك الرزيمه اللي كان شاطط ديال الزيوفه، كنمشي نحطها في القصبه وكنبيع الحوايج تما. المهم خيتي داك الرزيمه كنت كنبيع منها، كنجيب 50 درهم 40 درهم، كنجيبها ماكله، كنجيب لي كوش خبيزه باش ناكل انا ووليدي وجلست. المهم كرشي بدات كتكبر، داز الشهر الخامس السادس السابع، بديت كنقول يا ميمتي هاد الولد ولدتو بعدا في اسبانيا نضمنو بعدا مستقبله. بديت كنقول له الله يحفظك الله يخليك، يعني واش كاين شي طريقه كيفاش ندخل. بديت كنخدم عقلي، بديت كنتفكر بان السوريات اللي كانوا معايا يعني ما عندهمش باسبورات، وكيفاش كانوا كيدخلوا. عاودت رجعت للمليليه، يعني قبل ما ندخل للمليليه مشيت للناظور،
مشيت عند واحد المول السيبر، قلت له خويا الله يخليك، مديت له واحد 50 درهم، قلت له الله يعطيك صحيحتك، هانتي دير لي ورقه بالاسبانيه، انا سوريه، وضاع لي جواز السفر ديالي، سرقوه ليا بحال هكا. وكانوا عندي شنو سميتو الفوتوكوبي ديال الباسبور ديالي المغربي وفوتوكوبي ديال الباسبور ديال ولدي هيثم. هكاك وريتهم ليهم في المغرب، منين دخلت من المغرب قال لي يا اختي راه ما يخليك الصبليون ندخل. قلت لها خليني اخويا نجرب، حد الله يحفظك خليني. تصوري اختي غير وصلت للحدود ديال اسبانيا وفي ديك الطريق والناس يعرفوا بني نصار طويله، اقسم بالله يا بلت على سرواليه البنات. تصوروا كرشي 7 شهور، كرشي كبيره وفيه السكر. شديت هيثم حطيته فوق كرشي باش ما يشوفونيش حامله. تصوري واقفه وكنترعد وكنسمع الصبليوني كيقولوا باسابورتي نو ريزيدنسيا سي ريزيدنسيا، زعما اللي عندهم الريزيدنسيا يدخلوا، باسبور ما تدخلش. تصور جيت حداه كنترعد وكنقول اللهم اجعل من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اقسم بالله هاد الدعاء البنات نجاني بزاف المرات، نجاني. المهم اختي ما عليناش، دخلني المكتب اللاجئين، قلت الله ربي سهل عليا. مشيت قلت له انا مغربيه وكدايره اللجوء هذه، قال لي لجوءكم ترفض وانتيا موده هذه من شهر 12، يلاه دابا جايه في هذا الشهر هكا كانت 6، يلاه دابا جايه. قلت له باسبوراتي في عند البوليس، قال لي سيري جيبي باسبوراتك وخرجي. المهم دخلت لاسبانيا، دخلت المليليه. منين دخلت مشيت عند البوليس قالوا لي ما نرجعوكش. تصوري كلشي في فمي. انا خرجت لقيت واحد المترجمه كانت كتخدم في داك السونطر اللي سميتو السيتي اللي كنا كنسكنوا فيه. قلت لها اختي شنو وقع لي وانا رجعت اخويتي وانا حامله وبغيت نرجع. قالت لي شوفي ما تحركيش اليوم راه معندهم ما يديروا لك. قلت لي سيري لعند الكوارديريه. مشيت عند الكوارديريه كيصيفطوني عند البوليس، عاود رجعت عند الكوارديريه بقيت كنبكي عليهم. وكنت ميت خارجه ويقول لي اجي لهنا. قلت لي شتي انا ندخلك على قبل داك الدري كيهضر بالريفيه وبالعربيه وكيعرف حتى الصبليونيه. المهم ما عليناش، عطاني ورقه، دخلت للسيتي مره اخرى. الغد ليه عيط ليا المدير قال لي في اخبارك انت منين خرجتي؟ راه كنتو قربتوا باش تخرجوا، المهم دابا ما وقع والو، انت دابا حامله وما يمكنش نطلعوك دابا، يعني غتجلسي حتى تولدي وتصايبي الحاله المدنيه ديال ولدك عاد طلعي. اجلس خيتك. هو كان في الناظور يتسناني، بقى كيجرب يدخل اليوم يعاود يجرب يدخل، قال لك حق دخل في شي قادوس ولا ما عرفت على البحر ولا ما عرفت، ما بقيتش عاقله كيفاش حتى دخل. المهم اختي منين دخل بقى كينعس برا واحد النهار. لغدت ليه انا كنت مشيت عندهم الاداره قلت لهم بغيت نشوف المدير ونعطى ليا واحد تراباخورا سوسيال، باقي كنعرف شويه الاسبانيوليه. المهم ما عليناش، هضرت معاها قالت لي في اخبارك الا مشات راجلك دخل انت راه دايره بيدينونسي ما خصوش يدخل، ولا مشى حتى دخل راه حتى نتيا غتخرجي برا بحال هكا. المهم بقيت كنفكر، مشيت قلتها له قال لي سولنا الناس قالوا بصح لا كانت دينونسيه راه ما غاديش تقدر تدخل معاها. مشينا للمحكمه سولنا، لقينا لحسن حظه ويا ريت ما كانش حسن حظه، لقينا الدوسي تارشيفي، يعني انا ما تبعتش الدعوه وتارشيفات الدعوه. عاودنا جبنا لهم ديك الورقه وديتها لهم، قلت ليها ها هي الورقه وعافاك وانا بوحديتي وحامله وولدي. قالت لك لا. تصوري قالت لي غادي تخرجي برا. هزيت اختي حويجاتي وجلست تما قدام ديك البلاصه. راه بزاف الناس غادي يشوفوا الفيديو اللي كانوا معنا في السيتي راه كيتبعوني. من وراها جابوا لي الكواردوريه قال لي ما تبقايش جالسه هنا، الولد ما خصوش ينحس في الزنقه. انا ما ديتهاش فيهم علاش كان واحد الجزائري اسم قال لي ما تخافيش منهم، حتى هو كان داير تشابوله وجالس حدا الباب ديال السيتي. تصوروا البنات انايا درت خدا طوند وجلسنا تما لمده 40 يوم خيتك وانا كنبات في الزنقه دايره طوند. هادشي كامل علاش؟ باش ندخل. شكون اللي غندخل اللي غادي يخرج ليا على حياتي. القصه شويه طويله، انتم انا غنقول لكم علاش غيخرج ليا على حياتي. المهم ما عليناش، بقاو الناس تما كيجيو قالوا لنا ما يمكنش وهادي وبقاو كيقولوا لنا عيطوا على الصحافه. جاو الصحافه
صوروني لدابا باقا في اليوتيوب. البنات اللي بغيت نوريكم في اليوتيوب في واحد هذوك الاذاعه سميتها فارو بنت خيتك في الجورنان. المدير الناس كلشي كيعلقوا عليه، ما يمكنش مرا حامله وخرجتوها وهذا الشيء. هما شنو قال لهم المدير؟ قال لهم ترفض ليها حق اللجوء، ما غاديش ندخلوها. تصوروا خيتي كان فيه السكر، كنت كنطيح وكنت كنلقى الخير في التوانسه والجزائريين والسوريين ساكن يجيبوا لي عصير في الصباح، يجيبوا لي الماكله اللي كانت تما ديال السونطر كناكلها انا ووليدي. كنت كنلقى الناس تمايا، يعني فهمتوا؟ دازت عليا يا البنات. عمري ما ننسى هادشي اللي كنهضر. ممكن تجي تعاود ساهل ولكن تكرفصت. ما ننساش، عمري ما ننسى ديك 40 يوم هاي لدابا باقا مأثره فيا. من وراها دخلوني كنت كنسخف، كيجيو يهزوني بالكروسه يدخلوني. اختي كانت داوه تما في المستوصف. واحد كان خدام سميتو فؤاد في المستوصف قال لي اختي سكينه، اختي واش هذا الراجل اللي كتضحي على قبله ولا مشى تمات لك الدري في كرشك واخبارك شنو غيوقع لك؟ راه غيفتحوا لك كرشك، راه غيمشي يوقع شي حاجه وعمرك غتبقى نادمه حياتك كلها، وراه ما غاديش يقر لك بهذا الشيء اللي انت تديري. عقلتي شنو كان كيدير لك وكيفعل لك؟ وانا كانني لا اسمع لي شيء. علاش؟ حيت هو فيه بامي وكل شيء، وما عندي حتى شي واحد في الدنيا عندي هو، وانا حامله وعندي وليد وخاصني نبقى مع راجل. من بعد المدير ما كثر عليه الضغط بزاف، يعني قرر يدخلني انا وياه. دخلت جلست تما واحد الشهير وهو يجيني الوجع. مشيت ولات عاوتاني وليت خايت في شهر 9 وبقيت داز عليا شهر 10 و11 و12 و1 و2 خايتك والو. حتى سكنت معايا واحد التونسيه، الله يرضي عليك اختي التونسيه اللي كنتي كتشوفي هذا الفيديو. خيري اللي كنت كندير، والناس راه كيعرفوني. تصور اللي كانت تسكن معايا في البيت كنت نطيب ونعطيها ونتهلا فيهم وندير الميناج في داك الشومبرا وكل شيء. ناضت التونسيه قالت لك حقا نمشي نبرقك بها راه غادي يطلعوني. قلت انا عادي كنقول لهم شتي داك المدير انا عارفه شنو كاين وها كيدير وكيفعل وداك كيطراك وكيدير. المهم ما بغيتش نهضر على الديتاي. نوضي نتيا كتهضري باللونجلي. خدات رونديفو معاه ومشات قالت له شتي سكينه شنو كتقول فيك وهو مولفز كيقفز، يعني خايف شنو كان كيدير مع البنات اللي تما. نكملوا من راسكم البنات. عيط ليا قال لي شوفي، قال لي سير لا بوكا غادي تسدي فمك، عندك انا 2 سيمانه ما غتبقايش عندي هنايا في هذا السونتر. دبروا لي على جمعيه في اسبانيا وطلعوني، يعني عطاوني البي ديالي انا وراجلي وولادي وطلعت لاسبانيا. اختي فرحانه كانني تولدت من جديد، حلمي تحقق، يعني طالعه للجنه ما عارفاش شنو باقي كيتسناني. ما عليناش اختي. طلعت لاسبانيا، جلست في واحد الجمعيه كانوا كيعطيونا اختي المصروف من السيمانه للسيمانه كاننا يعني دايره اللوجوع، حيت كنا درنا الطعن. جلسنا في ديك الجمعيه وكيعطيوك داك الدار معاك. هذيك الجمعيه كانت سميتها اكسم في قرطبه. كانوا ساكنين معانا فاميليا واحده اخرى ماشي عرب، كانوا كيسمعوا الضرب، كان كيضربني طاقماق. شكموا الجمعيه عيطت ليا قالت لي راه كاين راه هادشي خطر عليك وعلى الولاد، داكشي كيضربك كيفعل لك، يعني من الاحسن لك كنشوفوا ديري دينونسيا، يعني تقدمي دينونسيا وزايد هادشي كامل دوسيك راه طالع معاك شنو كان كيدير لك في مليليا. انا اختي خفت، بغيت نبروتيجي راسي وولادي. نتخيتك مشيت بوزيت به بلان هكا. قالوا لي في المحكمه شنو بغيتي منه وحكموا عنا تصوري في 3 ايام كان الحكم تحكم. قلت لهم انا ما باغا منه والو، بغيتو غير يبعد مني ويخليني انا ووليداتي. ما عليناش. داوني اختي لاكاسا ديال مالطراطو العيالات اللي تم. جلست خايتك داروا له هو بورسيرا، عطاو 500 متر ما يقربش ليا. المهم بقيت كنهضر انا وياه ويا ريتني ما كنتش كنهضر. علاش اختي؟ كنت خايفه وحده في الغربه بوحدك، اللي كيديروه بزاف العيالات الخطا اللي كنت كندير. ما عليناش.
منين سكنت تما في ديك لاكاسا يعني كانت عندي الطرد باش يمسحوه ليا ويعطوني الوراق، كان لازمني نتسنى بزاف ديال الوقت. بقيت جالسه وهذيك البلاصه ما يمكنلكش تجلسي بها بزاف. داوني لواحد البلاصه واحده اخرى في النواحي ديال ولا ما بقيت عاقله حدا النواحي ديال الميريا غرناطه، واحد المدينه سميتها غرناطه. داوني خايتك لواحد العربيه ما نقولكش فيها غير الحراقه، خاصك تطيبي معاهم، خاصك تنوضي في الصباح وبالوقت وداك الشيء. انا ما تقبلتش داك الشيء، بقيت كنهضر معاه وفيها الدراري بزاف وفهمتي، وبقاو احتكاكات بزاف انا وياه. هو يقول لي شنو بالك نمشيو لفرنسا، هنا في اسبانيا ما غنقدروش نجلسوا، ما غنقدروش هادي، شنو بالك نمشيو؟ قلت له انا لا ما نقدرش نمشي، ما نقدرش خصني ضروري نجلس هنا على قبل وريقاتي. مهم ما عليناش، بقى كيقنع ويعاود يقنع. مهم كلا ليها راسي، قررت بانني نمشي لفرنسا. قلت لديك الجمعيه راه غادي نمشي عند حق عند عائلتي لفرنسا، قطعوا لي البيي. زدت اختي جيت نيشان انا وياه لمونبوليي. جينا لمونبوليي ما كاينش السكنه، تصوري ورقه وطيحتيها في البحر بحالي انا، هزيتيني وحطيتيني في مونبولي ما كنعرف حتى شي واحد. تصوري خيتك 12 يوم وانا كنعس في الزنقه. تصوري كنمشي لهذوك الكراجات اللي عندهم ديك الهبطه اللي كتهبطي في الكابل تحت، كنعسم. وطلعت في شهر 10 الموت ديال البرد. من بعد هو بقى كيهضر مع الناس وهذه خيتك نهار كامل وانا جاره كروسه، واحد يصيفطك لواحد، سيروا البلاصه ديال العرب غيعاونوكم يلقاو لكم تسكنوا، سيروا لهاد البلاصه الجمعيه، سيروا لهنا. حتى شي واحد الصون كان بغاوش يشدوني نهائيا، حيت ما عارف المراه هي وراجلها ما كيبغيوش يشدوهم. من موراها تلاقى مع واحد الدري قال له راه كاين واحد الكراج راه كنت كنعس فيه قبل ما نلقى لك انا مع الدراري، هو نمشيو للكراج نعسنا فيه المده ديال 3 شهور. تصوري اختي كنت كنمشي ندوش انا وولادي في الجامع كنمشي ندوش فيه. من موراها حتى جاني واحد الميساج جاني من افوكا ديال المحاميه ديالي في اسبانيا، قالت لي فيليسيتاسيون سكينه راجاك فابورابل، يعني قبلوا لك الوراق. هنا قررت بانني غادي ننزل لاسبانيا. نزلت اختي، عاوني واحد الدري الله يسهل عليه كان كيسكن معايا في السيتي، ربي يستر عليه مسكين، هبطني كرا لي الدار، يعني لقى لي دار في الميريا. خديت بادرونامينتو وشهاده السكنه، درت وريقاتي، قررت بانني غنجلس تما في اسبانيا. صافي خديت وريقاتي. هنا خويتك بقى كيقول لي والله ما طلعتي، والله لا صايبتي الوراق لولادك، والله لا عطيتك الموافقه ديال ولادك. بداو كيعمروا له راسو عائلته، راه غدير على الوراق والدري زايد عندها، وغدير الجنسيه وانت تحشات لك، خطات الوراق على ظهرك ودارت لك. مهم ما عليناش. انا خيتك قلت علاش ما نمشيش نشوف مهمتي وتنايا نمشيو وريقاتي. وهادشي في 2019 عاودت رجعت عنده. رجعت خيتك بقينا جالسين عاوتاني في هذاك الكراج شويه، وحنا قلبنا على دار سكوات سكننا فيها. المهم تما باش غتبدا القصه. المهم التتمه ديال القصه ما قدرتش صراحه نكملها البارح، دابا غادي نكملها اليوم. منين سكنت في داك السكوات، سكنت فيه المده ديال عام. سكوات البنات يعني في فرنسا هو الدار، هذوك الديور اللي كيكونوا يعني مخلينهم واليهم. كنت سكنت اختي في واحد الدار ما نقولكش كلها في الكاتورزيام ايطاج، في واحد البلاصه كيقول لها لاباياد. يعني داك الدار فيها الميديتي وجلست فيها. المهم ما كانش فيها الضوء، كان فيها غلمه. كان تحتنا واحد الراجل حتى هو واحد الجزائري، حتى هو واخد دار سكوات، كان عطانا خيط ديال الضوء، عشت فيها جايه العام. مهم بديت اختي جات مع كوفيد كيف ما كتعرفوا 2020 جا كوفيد يعني كورونا. بقيت اختي كنقول كيفاش غنخدم، كيفاش غندير، كيفاش دخلت اليوتيوب، بقيت كندير فيديوهات وعليها باش دخلت للتيك توك. بقيت كندير بعض المرات لي لايف. تيك توك ما كان فيه لا ربح لا والو، ولكن كنت كنربح من اليوتيوب. شريت بيسي بديت كنصايب فيديوهات. البنات اللي عاد تشوفوا القناه ديالي تهبطوا لتحت راه غتشوفوا كيفاش كنت كندير الطبخ وداك الشيء. يعني باش نقدر نعيش كيف ما كتعرفوا. ما عنديش وراق، هو ما عندوش الوراق، هو ما يقدرش يخدم، كورونا صافي سدوا علينا.
من بعد اختي في ديك العماره كانوا فيها بزاف ديال المغاربه والجزائريين كيبيعوا الغبره ممنوعات. كان اختي كيتلاقى معاهم كيدبر راسو يعني كيفاش يشري الكارو هادي. كان كيهبط دائما للدروج، كنقول له شنو غادي، كيقول لي انا قنطت نجلسها مع الدراري. كيمشي يجلس، بديت كنلاحظ الراجل بحال بدا كيتبدل، بدا شي حوايج غراب. شويه بديت كنسمعو بعض المرات كنقول هيثم سير شوف بابا، كيقول لي راه كيهضر مع واحد المراه. قلت انا ما ديتهاش فيه، قلت كيفاش غادي يهضر مع مراه. المهم ما عليناش، شويه بداو بيناتنا المشاكل انا وياه، مشاكل بداو بيناتنا. الراجل اختي كان كيدير الغبره يعني مع الدراري. ولا الراجل في شي شكل كان. المهم كنت نازل دائما على تصوري ولو يعني المطالب ديالو اللي ما بغيتش نعطيهم له، كيبقى يقول لي انت يا غداره دايره شي حاجه مع شي وحدين اخرين. وكانوا هذوك الدراري اللي كانوا اونفاس كتحليو كتلقايهم اونفاس معنا. كان كيقول لي كيدخلوا عندك الدراري بعض المرات الا ناضوا لقى غير الباركو محلول، يعني كيقول لي نضتي بالليل، انا نعاسي ثقيل درتي شي حاجه، كيجي كيقول لي خليني نقلبك خليني نشمك. الراجل بحال الحمق. وكان هادشي كان فيه شحال هادي انا عارفه، ولكن كنشوف فيه بحال اللي كان كيزيد يكبر القصه، يعني كيبغي يدابز. كان كيضربني وانا كنت ساكته. يعني وليداتي كان وليدي صغير امير وهيثم حتى هو، يعني انا فارق السن ما بين ولادي غير عامين ونص. من موراها واحد النهار هو يجي عندي هو يقول لي راه دابا ما لقينا حنا من ناكلوا هذاك الشيء، راه بنت عمتي في امريكا راه غادي تصيفط لنا شي بركه. قلت له الله يكثر خيرها. وقلت له كيفاش غتصيفطها لنا؟ قال لي راه كاين واحد صاحبتها في مونبوليي هنايا غادي تمشي معايا لنا نجيبوها. قلت له سير انت بوحدك. قال لي لا، المراه تخاف راجلها يشوفها وندير ليها المشاكل. يلا معايا نتيا، المراه محجبه وداك الشيء. مشيت سلمت على المراه، السلام عليكم لاله كي دايره؟ الحمد لله الله يسعدك بخير. خدينا البركه وجينا. من موراها عاوتاني صافي جينا عاديين جالسين في الدار. كنت كنقول شنو سميتو، كيفاش غادي يعني كيفاش غادي نخدم ديك البركه اللي كانت سالات لنا. عاوتاني كيقول لي انا غادي نديباني وغادي نشوفوا هادي وهادي. وكيف ما كتعرفوا اليوتيوب ماشي غير جيت ربحت منه، يعني خاصك تفعلي القناه، خاصك دوزي مده عاد باش بقيت كنخدم في الجروبات مع البنات، بديت كنحط المشاهده وداك الشيء، بديت كنحط هنا في التيك توك. مهم ما عليناش. واحد النهار كنوض كنلقاه كيهضر مع مرا وهي كتهضر معاه، ومني بديت كندابز معاه كنقول له كيفاش كتهضر مع مرا. وهذه انا صراحه عمري ما شكيت فيه، حيت عمري شفتو شي كيهضر مع شي مرا ولا شي حاجه. هو يقول لي قال لي هذه راه هي اللي صيفطت لنا الفلوس ديك 100,000 ريال. قلت له كيفاش صيفطت لنا 100,000 ريال؟ هي كتصيفطها لك بنت عمك. قال لي لا، راه هذيك صاحبتها وهي راه ما عارفاهاش، راه هي معايا. قالت ليه راه تجي عندك واحد المراه وتعاونيها، راه كتسالني شي بركه يعني تعاونيني باش تعطيها ليها. المهم ما عليناش. من بعد قلت له راه حشومه عليك وكدير هكا المراه وانت مجوج وهادي وراه حشومه. قال لي راه كنصب عليها. المهم دازو بزاف المشاكل بيناتنا، انا ما عجبنيش داكشي اللي كان كيدير. يعني حاولت ناخذ نمره ونهضر معاها، قلت لها شوفي اختي انا راه مرت وهو راه كيضحك عليك وداكشي. هو يجي عاد يعطاني صلخه ديال العصا قال لي بطلع حرام وهادي. قلت له انا ما يمكنش دير بحال هكا تصوري. المهم بيناتنا مشاكل بزاف من داك النهار، وحنا هو شد ليا وانا نقطع لك كيف ما كنقولوا، دائما انا وياه في المشاكل. منين دازني قررت النهار اللي غادي يفرج عليا الله، يعني النهار اللي غادي ندير حل انا وياه، نهار راس العام اختي كنمشي سكر ودار الغبره جا تصوري اختي انا ناعسه مع 1:30 2 ديال الليل. جا لعندي فيقني قال لي فيقي. قلت له شنو بغيتي؟ خليني ناعسه راه هذا البرد وعلاش مفيقني؟ رانا الدري كنفيق الدري كنردعو على امير كان عندي صغير. المهم ما عليناش، نتوما عارفه الرجال. قلت له بعد مني، وهو يقول لي ما غتنوضيش ياكي يا الفاعله يا التاركه كديري مع الدراري كتفعلي. المهم انا نط قلت له بعد مني، بعد بقيت كنغوت. تصوري اختي هز طار نوفيس واختي عليا هنا في عنقي كان باغي يضربني وانا بقيت كنغوت. تصوري هزيت وليدي مسكين الكبير داير لي كوش والصغير هنايا وغادا حفيانه والبرد والشتا كتصب. وخرجت كنجري هاربه وهو تابعني كيجري.
تصوري ملي شافني غادا للشانطي كنغوت هو رجع بحالو. مشيت اختي درت اوتو ستوب، بقيت كنرغب واحد الراجل مسكين، قلت له عافاك، عيط ليا على البوليس، عيط على البوليس، جاو البوليس ما كيقدروش يدخلوا لديك البلاصه، ما عرفتش علاش ما بغاش يدخل. هو يجي قال لي عطاني لاكارت ديالك، عطيتو لاكارت ديال اسبانيا، كانت باقا يعني ما وفاتش ليا في 2020 راه باقا، انا خديتها في 2019 في شهر 12. مهم ما عليناش، في 2020 غيدخل 2021 في راس العام، صافي راس العام، نهار راس العام وقعت هذه المشكله. عيط ليا على لومبيلونس، جات داتني للطبيب. الطبيب يا اختي جلست فيه جايه 20 يوم وانا جالسه في داك الطبيب انا وولادي. جات عندي لاسيستون سوسيال اللي كتخدم في الطبيب، قالت لي دابا واش عندك فين تمشي هذه؟ قلت لها لا ما عنديش فين نمشي. جاو عندي البوليس بوزيس بلان بيه تما في الطبيب. من بعد اختي قلبوا لي على جمعيه اللي كتشد الناس اللي عندهم موان 3 زون، سميتها ايسي، كتخدم مع كام، هاد ايسي خدامه مع كام مع 115 وداكشي، مهم سميتها ايسي، كتشدك اختي. جاو داوني، جات لاسيستونس واحده اخرى ماشي ديال الطبيب، يعني لاسيستونس الطبيب كونتاكت لاسيستونس واحده اخرى اللي قلبتني فين نسكن. بقيت ديك 15 يوم تلقاو لي فين نسكن في داك الطبيب. كناكل كنشرب، عندي غير لبسه وحده، تصوري حتى واحد ما عتقني وما جاب لي حتى لبسه، من غير مسكينه الفام دي ميناج، ما كتهضر غير الريفيه وش يعني الشلحه، وكتهضر الفرنسي. مسكينه جابت لي عبايه، دارت لي مسكينه لي كورس لولادي، شافتهم حالتهم هكاك. طوري خرجت اختي غير بحفيه، انا ما عنديش السنطاله ما نلبس، ما عليناش. الطبيب ما عتقوك ما والو، جلسوني تما 15 يوم، شفت العذاب الاليم شفتو في داك 15 يوم، غير مسدود عليا ما كنخرج لا والو. عطاوني شومبر انا ولادي. من بعد اختي عطاوني في واحد البلاصه سميتها فون دارك، عطاوني اختي 2 شومبرات، عطاوني كوزينه انا ووليداتي، دخلت وليدي يقرا، ولدي الكبير والصغير بقى معايا هكاك. اختي بقيت جالسه تما، بقى كيهضر معايا ونرجعوا. وانا اختي شوفوا انا عارفه راسي غلطت حيت كنت كنرجع معاه دائما، عاوتاني رجعت انا وياه، بقينا كنهضروا كنتلاقاو، هادي ما هادي المشاكل كيف العاده على الشك. نو تسكني معايا، قلت له انا لا ما يمكنش لي، انا ما نعاودش نرجع معاك، نجلس معاهم نشوفوا شنو الحل اللي حيديروا معايا. المهم بقينا انا وياه في علاقه، مره كيجي عندي مره كنمشي عنده، حتى لواحد النهار ناض عاوتاني واحد المشكل ما بغيتش نحلو، قال لي ما بغيتيش تحلي لي اليوم، جاي عندك صاحبك يا الفاعله، ونضنا عاوتاني وشوها عيطوا لدوك جيبوا لدوك. صافي قررت عاوتاني نقول لهم راه جا عندي، هزوني يا اختي عاوتاني بوزيت بلان ثاني بانه جا عندي، عطيتهم نمرتو، عيطوا له حقوا معاه، جلس واحد 24 ساعه حقوا معاه، قالوا له ما تقربش ليها وهذه. هزوني انا من تما داوني البيزي اختي، جلست فيها مده طويله جايه العامين، من 2021 حتى 2022. وهنا بدات القصه ديال الدمار ديال سكينه. بيزي اللي شفت فيها العذاب الاليم، فريمون شفت فيها العذاب الاليم. مهم انا عارفه راسي ما تعلمش من الاخطاء، ولكن البنات فهموني الله يجازيكم بخير. انا كنت كندير هادشي كامل على قبل ولادي، كنقول ما نبعدش من ولادي، كيفاش غنقدر نهزهم وانا بوحدي في الغربه؟ كيف ما كتعرفوا نتزوج 16 عام يعني حليت عيني فيه، واخا كان كتكرفس عليا وما عندي لا اب اللي يحميني، حيت بابا وماما واخا كنت كنمشي لعندهم وكان كيقتلني في المغرب، وجده كانت كتجري عليا كتقول لي بنتي با كيعرفني غادي يقطع غايه، يعني ما غاديش يبقى يهضر معايا. ماما كتعاذرها حيت بابا قال لها غنطلقك، يعني بنتك ما تعاوديش تقلبي عليها. صافي تشبت فيه بيدي وبرجلي، يعني ما قدرتش نبعد منه، رغم كيضربني، رغم كيتكرفس عليا، رغم كيعايرني، رغم كل شيء كنت جالسه معاه. مشيت اختي البيزي، جلست في هذيك العامين، عاوتاني هضرت معاه، قلت له انا في كاينه، بقى كيتبلحس عليا، يعيط للبنات صحاباتي عافاكم عائلته ولا والولاد وحشمي وديري وهذه. جا خيتي كرابيت حتى البلاصه فين كنسكن، في الدرب اللي كنسكن فيه،
بقيت خيتك ساكنه تما، عطاوني واحد البارطمون جلست فيها اختي. قلت لك جايه العامين وانا جالسه في داك البارطمون مهليين فيا. لاسيستونت كتعطيني 200 اورو على قبل ولادي. انا خيتك كنت كنخدم وكنجمع الفلوس، كنخدم في الميناج مع واحد الوجديه في داك الكومبينغ في بورفال غاس. البنات ديال بيزي راه يعرفوه في الصيف وكنمشي خيتك ندير الميناج. وولدي كنت كنحطو في كان امير يلا دار 3 سنين والاخر كان كيقرا حتى هو. كنت كنخلص لهم لا كونتين، كنت خلصوا لي لاسيستونت، وكنت كنخدم في اليوتيوب. خويا كنت نعس 4-5 السوايع كنخدم في الجروبات والفيديوهات ونطيب. بنات راه هبطوا القناه لتحت واحد تشوفوا. في الاول كنت ندير الطياب ما عليناش اختي. من موراها كان نوض معايا الصداع. واحد النهار كنت غادا ندي الولاد جانا غادا تابعني، كنت مدابزه انا وياه تصوري هو يضربني وانا بقيت كنغوت في داك الدرب. يعني المدرسه كانت غير قريبه للبلاصه اللي كنت كنسكن. سمعتني البسيكولوج كنغوت، جات كتجري شافته ضربني وهرب. شدتني البسيكولوج قالت لي انا ما كنتش شنو نقول لهم، شد لقاني في مونبوليي وعاود لقاني هنا. يعني يقولوا لي انت اللي وريتيه. كنت ساكته كنت ناكل العصا والمعيور ونضرب الطم. شافته تقول لي سو كاينه مالك؟ قلت لها راه جا لهنا ومبغيتش نقول لها اللي قلت لها لقاني شنو كاين. هزتني مشات عيطت للبوليس، جاو البيكالات هذوك اللي كيدوروا في الزناقي، عياهم يقلبوا عليه لقاوه هرب. داتني قالت لي اليوم ما تجلسيش هنا. هزوني داوني عطاوني دار في ليزا شالاب وحده حارقه بلا وراقيه ولا حيت ديك الجمعيه كتجلسي معاها عندها لا جوريست كتعطيك كتصايب لك وراقك وعطاوك الدار في ليزا شالاب. عاد كتقدري يعني يشدوك عام تشوفوك كتخلصي الواي ديالك داكشي وصيبو. انا هزوني يعني الدوله عاطياهم ليزا شالاب للعيالات اللي كيكونوا قادوا لهم بابي ديالهم باش يعطيوهم الديار. هزوني داوني تما في ديك بيزي ولكن بعيد شويه. مشيت سكنت تما. كنت خيتك ديجا هضره مع واحد الجمعيه غادي يختنوا لي الولاد، هما يخلصوا بارتي وايد ليطا ميديكال يعني سيكوريتي سوسيال غيخلصوا بارتي في بيزيناس يعني حدا بيزي في واحد الكلينيك سميتو باستار. ما عليناش خيتك. مشيت قديت الوراق باش غنختن وليدي. الجمعيه جاو هزوني بسميتو الجمعيه ديال اللي غيختنوا لي الدراري، هزوني بالطونوبيل ديجا كنت دايره كلشي الرونديفوات مقاده مدوزه لولادي دايره لهم لي زاناليست كلشي باش غادي يختنوهم. كانوا يحتاجوا ليا شي ورقه جيت خديتها من عند الجمعيه ديال الفيونس اللي كنت ساكنه فيها، يعني الاوتوريزاسيون ديال بواهم. هاد الاوتوريزاسيون هي اللي غدير قصه كبيره. سمعوني البنات نوضي لك. مشيت عند تراباخور سوسيال يعني لاسيستون سوسيال ديال هذيك الجمعيه. قلت لها راه ولادي غادي ندير لهم اوبيراسيون داكشي تقدروا تعاونوني يعني بغا احتاجوا ليا ورقه. دارها ليا المدير ديالهم. انا فلان بالفلان كنقول لكم بان هاد المراه راه معنفه وساكنه عندها وراجلها ما عارفينش فينا هو، يعني راه هي اللي مكلفه بولادها. مشيت خيتك النهار اللي غادا خيتك فرحانه غندخل وليداتي كيف ما كنقولوا غنكمل ليهم دينهم غنمشي نختنهم. خيتك فرحانه وعينيا الفرحه ما قاداني فرحه. ولدي مسكين كبر ليا هيثم ومازال ما ختنتوش. ما عليناش هادشي في 2022 في شهر 7 ختنتهم في الاخر شهر 7. مشيت غداخل البلوك جات هذيك الشيروجيان اللي غادي يدخلهم يدير لهم لوبيراسيون ديال الختانه. قالت لي ما يمكنش الولاد يدخلوا. قلت لها علاش؟ قالت لي فينا هو لوطوريزاسيون ديال باهم. قلت لها هي الورقه. قالت لي لا. قلت لها انا ديجا درت اوبيراسيون لولدي حيدت له سنانو كان عنده ايتم لانفيكسيون الكالكار وما طلبوش ليا لوبيراسيون. قالت لي هذيك راها غراف شي حاجه غراف يعني ايرجونس. هذه ماشي ايرجونس انت اللي مختاره ديري لهم هاد لوبيراسيون. بقيت كنبرقق. قالت لي ما يمكنش ديري شوفي شنو ديري. قلت لها راه عندي مشاكل وهذاك الشيء ما نقدرش. قالت لي ما نقدرش ندخلهم انا اللي غنتحمل العواقب. خرجت بقيت كنقاقيه ميمتي وشنو غندير يا ربي وبقيت كنضرب في فخادي يا ربي واش هاد الشيء يا ربي يا ربي. هزيت التليفون هضرت مع اختو قلت لها السلام عليكم اختي. قالت لها عافاك رانا وليداتي رانا دابا كاينه وشديت لهم رونديفو الناس مخلصه ليا يعني عافاكم شوفوا تهضروا مع خوكم يعني راه ولادو راه غيدخلوا يعني غنكمل لهم دينهم راه وليداتو. هضرت معاه بيتعاود صوني ليا قالت لي راه هضرت مع خويا وقال لي
راه نتيا دافعه الطلاق في المغرب، خصك ديري له طلاق الشقاق عاد يقدر. قلت ليها اختي كيفاش غنطلق الشقاق وهذه؟ قلت لها شكون اللي قال لكم ندافع المغرب؟ قالت لي لا راه قال لك تدافع. المهم هضرت معها قلت لها اختي غير يجي، قلت لي صيفط ليها لوكاليزاسيون ليها، قلت لها هو صيفط لها اوديو بفمي سمعوا ركزوا على هادشي اللي كنقول لكم. صيفط لها اوديو قلت لها يا اختي ها هو لوكاليزاسيون، قول لي يجي اختي دغيا راه غادي يدخلوا الدراري العمليه. ما عليناش جا من بعد خيتك ما جا انا خفت منه، خفت. مشيت هضرت مع الفرمليه قلت لها عافاك راه ها كاين وها كاين، عافاك زعما ما تقدري تكوني معايا في البيت، خفت ولا يدير ليا شي حاجه وانا عارفه حداجه، ما خلى ضربني بعصيه، ما خلى ضربني بموس، ما خلى حرقني، ما خلى قطع ليا حوايجي، ما خلى. كنت ترعد منه، تصوري بحال شتي بواك كنت كنموت منه، كنت كنبول في سروالي منه بالحربيه. انا كنعترف ما عليناش. دخلت معانا في البيت، بقات جالسه كدير راسها زعما كتصايب شي حاجه. الدراري سنا ليهم الورقه دخلوا، بقيت كنتسنى وهو قالت له واش تقدر تخرج برا، راه ما يمكنش تدخل. قال لها علاش كيفاش؟ قالت له نو عافاك غير خرج، يعني هذا البيت راه ديال الدراري. بقات هكاك تخرجت وبقيت انا تما جلست معايا حتى جاو الدراري من لوبيراسيون. سلم عليهم مثل زعما انا الاب، الله يخلي الابوات اللي يكونوا بحالو. المهم دابا انا نكمل لكم وغتعرفوا علاش كنهضر. ما عليناش، مشى بحالو. انا عاود رجعت لسميتو للدار، رجعوني هادوك اللي مكلفين بيا طلبتهم، قلت لهم ممكن يجيو يديوني حيت الوليدات تخدنوا ما قادرنش. مشيت الفرمليه شرحت لي قالت لي سيمانه ما كاينش الخروج من الدار، والفرمليه غتبقى تجي عندك اون فوا باغ جور، يعني مره في النهار باش تعقم ليهم الجرح وداك الشيء. مشيت خايتك عجدك جدك السيمانه تما قبل ما توصل السيمانه. كنت ديجا كنهضر معاه، قال زعما حكا يهضر مع ولادو. قصحوا قلبكم، انا ما كنت هبيله، كنت كنهضر انا وياه. قال لي ممكن دير لي ابل نشوف وليداتي كيفاش بقاو داكشي. كانوا عاطيني واحد الدار خايتك كدا كتسخط الله فيها دوطاج، ديك الدار هي اللي كنت غنبقى فيها، كنت غتصايب لي وريقاتي وغنجلس في ديك الدار. وقلت الله يا ربي سهلها عليا. ما عليناش، وليداتي كانوا خارجين في البارك وجالسه حداهم. قال لي ممكن نشوفهم؟ قلت له هايتا. بقى كيهضر مع بابا كيهضر معاه كيقول له دور وريني خوك، دور زيد وليدي من هوك. عرفنا في كاينن بالضبط حيت انا كنت باقا في بيزي. ما عليناش، جا لديك البلاصه النهار اللي غتوقع الواقعه. جا خايتك لديك البلاصه وجلس وانا انت كتعرفي خايتك سكينه والمغاربه كنهضر بلا اجي هيثم امير ركز عليا تعرف البلاصه فين كنسكن. داك النهار كان خايتك سالا ليا الخبز، بغيت نمشي. النهار اللي غتوقع الواقعه، النهار اللي غتحول سكينه الفاشله، سكينه اللي كانت كتحقر، السكينه القويه، سكينه مادام الطاقه الايجابيه هي هنا غادا تحول. ما عليناش، كنفتخر براسي وداكشي اللي درت كامل ما ندمتش عليه، حيت انا عشت جميع انواع العذاب نفسيا وتحقرت وكان كيستغني وكان كيضربني. ما ندمتش على هذا الشيء البنات اللي درت، ماشي انا اللي كنفتخر براسي، بزاف الناس كيفتخروا بيا. ما عليناش. هذاك النهار اختي كنطل من التقبه كنسمع لي بغو، يعني كنسمع شي هذا، يعني شي واحد جاي في الكولوار. طلعت من التقبه كنشوفو جاي كيحبو باش انا نحل الباب ويدخل عليا، فهمتوا؟ انا نحل الباب ويدخل عليا هكاك خايتك وهو وانا نعيط للبوليس. قلت له ما كاين راه هو كاين هنا، ما عرفت تسمعني ولا ما عرفت كنخبي في شي بلاصه ولا شي حاجه. دخلوا البوليس قالوا شنو يقولوا لي؟ قالوا لي البوليس مدام واش انت حمقى؟ كيفاش عرفك في مونبوليا وعرفك في بيزي وعرفك دابا؟ كنعترف مونبوليا انا اللي وريته وبيزي انا اللي وريته، ولكن داك الدار والله اقسم بالله وبراس وليداتي ما وريتوش. بقى تعرفني ولي بحال كندير ليا جي بي اس في كاينه. انا بقيت كن صافي شنو كيفاش تعرفك تما دائما انت كيعرفك اسكت. المهم قالوا لي ممنوع تخرجي وركزوا عليها، ممنوع تخرجي من داك الدار وجلسي هنا ولا شتيه جا ولا شي حاجه عيطينا.
جلست خايتك تما بلا خبز، مشيت درت ليه باطر ما عقلتش عاقله شنو درت. جلست خايتك تما وكان الصاد عشيت وليداتي نعسوا. يا البنات هاد النهار عمري ما غنساه في حياتي، ولو نموت عمري هاد النهار ما غنساه في حياتي. ما عليناش. سمحوا لي، ما عليناش. ل11 عرفت ل11 ولا 12 الليل، المهم الواقعه اللي غتوقع مع 2 الليل. كنت خارجه في البالكو الصاد وليداتي ناعسين، شاده التليفون، خايت قنط السيمانه كامله وانا غير ساده عليا، ما كاينش الخروج، وليداتي ما يقدروش يتمشاو مخطنين. ما عليناش. سمحوا لي البنات عافاكم، فريمون ستريس فريمون. كنت مع 2، انا عارفه راسي غلطه، مع 2 الليل كنسمح لي بغوي، وانا كنت كنسكن في 12 ايطاج، كنشوف غير 12 و 11 هما اللي شاعل فيهم الضوء. ملي كنطل من البالكو كلشي طافي فيه الضوء، وانا اختكم داك البنت اللي كتبغي تتحدى، زعما بغيت نتحدى، عجبتها في راسي. وهو كان كيعيط كيقول لي غير حلي لي، عا نجلس حتى توحشتك سكينه، غير نشم ريحتك. نهار جي سيود الحرام، وانا قلت له ستوب، هاد القصه غتسالي كيف ما كان دائما كيرغبني ويطلبني، عافاك سمحي لي، عافاك ما نعاودش، عافاك هذه، ولا ما سمحتلوش كناكل قتله ديال العصا. المهم ما عليناش، انا قلت له صافي انا وياك سالينا، ما عليناش. سمحوا لي مستريسيا، ما عليناش، غادي نحبس ونكمل. من بعد اختي مع كيف ما قلت لك مع ديك 2 كنسمع لي بغوي، بغيت نشوف واش مشى ولا باقي في الدروج. تصوري انا كنحل الباب، ولكن قبل ما نحل الباب يا ريتني ما درتهاش، قبل ما نحل الباب كنت هازه معايا موس هزيته، حليت الباب، والبوليس قالوا لي ما تحليش الباب، حليته هو وبغيت نطل حدا الدروج حيت كاينه لاسانسور وكاينه الدروج، نطل هو يجي يقول لي سكينه عافاك حنهضر معاك. تصوري انا جيت كنجري، وخايتك في ديك المرحله كنت يلاه كنهبط في 20 كيلو، كنت كندير سبور، تعرفوا اكل صحي، كنت كنهبط الوزن، كنت خايتك فوق. انا دخلت يدو بقات واحله في الباب، تصوري يدو بقات واحله هكا في الباب، وكنضرب بكل قوتي كنقول له حيد يدك، ما بغاش. شويه شدني بداك اليد اللي داخله في الباب وقجني هكا، وتجرحت هنا من صدري بديك القجه، ودار لي هكا. تصوري دورها بكل جهد هك، كان باغي يقجني. تصوري انا من شفت راسي غيغلبني وغيدخل، حيت عارفه راسي ملي غيدخل هو ما يأذينيش، ولكن ملي غيدخل حد يبغي ياخذ حاجته. انايا تصوروا البنات بكثره ما داكشي اللي دار ليا كنت كنحس براسي كنتغتصب. تصوري الواحد انت ما باغاش ديري معاه شي حاجه غير باش ما تسمعيش بانك ديك الحاجه درتيها مع شي واحد اخر اولا تضربي، كنت كنديرها، كنت كنحس براسي كنتغتصب دائما. ما عليناش، ما بغيتش، قلت ندير ستوب لهذا الشيء كامل. هزيت موس ضربته ليدو، ماشي ما كنعرفش نضرب. تصوروا انا الدجاج لو بغيت نقطعو ما كنقدرش نقطعو. هزيت موس بديت كنخبطو ليدو، ملي ضربتو عيطت للبوليس، انا اللي عيطت لهم، بديت كنترعد كنقول لهم ضربتو شي الدم الراجل سخف والدمايات كتشرشر. تصوري الدم طوش. ما عليناش. منين جاو البوليس قالوا لي ترانكيل ما تتعصبيش، برافو دافعتي على راسك، حيت ديجا نتيا ديبوزيه 3 البلانات في مونبوليي و2 بلانات هنا باش نلقاتك وعندك الشهود بلا ضربك. ما عليناش. ديك الليله ما نعستش، عيطت لبابا، قلتها له، قلت له بابا ضربتو ماما، ما كانت مسافره وهي تجي الجمعيه. جات الجمعيه بقات كيحنقوا فيا وكنبكي الله اللي خلقني. من بعد قالوا لي يعني كانت بالاثنين 1 شهر 8 2022.
جات الجمعيه هزوني بالطونوبيل انا وولادي، قالوا لي راه بغاو يحقوا معاك، ومني كتغادا قالوا لي جمعي حوايج الدراري راه غيمشيو يبقاو معانا في الدار في الجمعيه فين كنت ساكنه معاهم قبل. انا غادا كنترعد ووجهي صفر. تصوري ضربتي، كنقول لهم ضربتو، كنعترف ضربتو. من بعد الجمعيه ملي كنت راكبه معاهم في الطونوبيل لاحظتهم غراب وما صراحه ما ديتاش فيهم. كانت وحده عربيه باها مغربي وسميتو امها فرنساويه، وكتهضر بشويه بالعربيه، انا ما كنتش كنعرف نهضر بزاف فرنسي. وكدير تقول لولادي، كتقول له هيثم خاصك تكون فيير بماماك، ماماك قويه، ماماك كون ماماك بحال راجل. قلت لها الهام راه ضربتو. قلت هي كنفتخر بك راكي دافعتي على راسك. كانوا قايلين ليها شي حاجه تما هادشي تسبي لي يدا وحوايج ولادي ما ديت ما جبت انا، حيت عندي فيهم الثقه بزاف. كنتصوروا بحال عائلتي. نتوما كتعرفوني كنت تنصايب الكاطو، كنهبط ملي كيجي المدير مره في السيمانه كنفرح به، كنصايب الكاطو، كندير ليهم المسمن، كندير كسكسو. كانوا مهرلين فيا، كانوا بحال عائلتي، عمري ما ننسى خيرهم. ما نقول لكمش من بعد مشيت عند البوليس، جلست عندهم 48 ساعه، حيت هو ولد الحرام كان باغي يديني للحبس. قال لهم ما كانتش بوحدها في الدار، قال لهم كان معاها شي واحد شد ليها الباب وهي اللي ضربتني، وشي واحد شد ليها الباب. ما عليناش، جلست تما 24 الاولى عاودوا رجعوني للدار ويديروا معايا تمثيل الجريمه. ومن بعد رجعوني. تصوروا كنا مشدودين انا وياه، هو دوز 48 ساعه وانا دوزت 48 ساعه. ولكن الحاجه اللي نفعتني، المهم علينا نكمل لكم. دوز هو 48 وانا 48. تصوروا عمري ما ننساها. كنغوت الله اللي خلقني هيثم، كنغوت اول مره غنتفارق مع ولادي. المهم ولادي بقاو عندهم تما 24 ساعه الاولى. نعست معاهم ديك شنو سميتها الاسيستونس قاوريه، هي اللي باتت مع وليداتي في الدار. و24 ساعه ثاني ملي ما شافتني ما خرجت، وشدات ولادي الغولي باغونطال. عمري ما ننسى خيرهم يا ربي، عمري ما ننسى خير ديك الجمعيه. منين خرجت وسولتها قالت ليها ولادي كوما ديتيهم شنو كان غيوقع فيهم؟ قالت لك كانوا غيديوهم بوليس وصعيب بزاف باش تعاودي ترجعيهم، حيت ما عارفنيش انا شكون هي، عارفني غير ضربت. في الاول كانوا شاكين فيه بالله هو اللي ضربني، ومن بعد ملي قال لهم راه ضربتني هي وشي واحد كان معاها، يعني قالوا كيفاش هذه مراه وهو راجل وهي غلباته، فهمتي؟ المهم ما عليناش. تشديت نهار الثاني خويت قداوي لابيجي. تصوري حيدوا لي سوتيانات، حيدوا لي سليب، لابسه غير هكا والصهد ولابيجي البرد. كندق على البوليسي قلت له بغيت نمشي للطواليت. مشيت للطواليت وجلست فيها، جاتني الطواليت سخونه وجا كيطق علي. كنقول له سيل تو بلي لاسمو انا غير خليني هنايا وسد عليا. كيقول لي نو مادام نو. اداني. تصوري كاينه واحد بحال الحفره في الحيط كيخرج منها الثلج ولا ما عرفت ديك الهواء بارد. بقيت كنترعد من الصباح وما خليني تما. دزت عند البروكيرور المحكمه قدام المحكمه، وهما يقولوا لي بانك نتيا متهمه بانك ضربتي راجلك، فيولونسيتي راجلك، بحال اللي شديتيني وصافقتيني. والحكم واحد اخر، لقينا عندك الفلوس في الدار، حيت راجلك قال لنا نتيا راكي كتفسدي وكتجيبي الرجال وكتصوري ليهم وراه عندك الفلوس. تصوري لقاو عندي 5205 اورو اللي كنت جامعاها بعرق كتافي البنات، وربي شاهد عليا. وهذا النهار منقوص من عمري جمعتها بعرق كتافي. كنت نعس 4-5 سوايع. كنت نخدم في يوتيوب، كنت كنخدم في الميناج، جمعتها بفلوسي. الغلط اللي درت ما صيفطتش للمغرب حيت باسبوري كان وافي، وكانت معايا واحد البنت كنعرفها. قلت لها اختي عطيني باسبوري كنصيفط. قالت لي لا اختي ولي زامبو كذا وكذا. المهم بقات عندي داك الفلوس، داوها ليا، حسبتها بيديداتي ودرتها لهم في ميكا وسدوها وداوها ما عرفتش فين داوها. ما عليناش. خرجت لقيت لاسيستونس وداك العربيه اللي با عربي كيتسناوني كيعنقوا ويبوسوا فيا، وانا كنترعد وكنقول له هيثم امير.
فينا هما قالك ترونكيل ولادك في امان الله، راه كاينين. كنقول لهم غير ولادي. من بعد مشيت للدار، قلت لهم جيبوا لي ولادي. قال لك نو ما نقدرش نجيبوا لك ولادك. تصوروا كنترعد وفاشله ديك الخلع، وكنت كناكل ما كنشرب. جابوا لي الطبيب كيخشي لي الماء في فمي، كيدير لي هكا كيخشي لي الماء باش نشربو. انا مخلوعه كيفاش توقعوا لي هادشي كامل. من بعد من رجعت للدار، تليفوني الثاني لقيته كان مصيفط ليا اوديوات. هو منين كانت تضرب داوه للطبيب، خيطوه دغيا وكانوا سادين عليهم ما حيدوش له التليفون. كيقول لي سمع على اللسو كاينه، يا مشيت للحبس غنديك معايا، يا مشيت للمقبره غنديك معايا، والله لا خليتك مورايا. سمعت داك لي زوديو، بقيت ركعت وسجدت وكنقول الحمد لله. والله قال لي تندير لك اكبر قالب ونصيفطك للحبس. هزيت داك لي زوديو شي درت به ماكورون في البوليس، خشيتها تحتيها بروف. جيت بعدا منين خرجت من كاردافي، جيت كنعيط لبابا وكنقول له انت سبابي يا بابا، انت سبابي. بابا كان رجع يهضر معايا منين كنت ولدت ولدي الصغير، انت سبابي. بابا كيقول لي انت اللي خرجتي على راسك وانت اللي درتي. قلت له بابا كنت صغيره وما كنعرفش، قتلني سد عليا. المهم ما علينا، دوك مشاكل اخرين ما عليناش اختي. جابوا لي ولادي، منين جاو قالوا لي ما تخافيش راه ولدك تصوري. لقيت ولدي الصغير كيدير مسكين الدري جاتو صدمه كيفاش فارق مع عمو. الكبير مسكين ما كيهضرش غير مصدوم. كنقول له هايته معلقني، هايته كنبوسو الدري مسكين دايره. قالوا لي راه بغينا نقولوا لك بان ولدك راه جاتو انفيكسيون في لي زيزي ديالو، وراه تبقى تجي عندك لانفيرميير 2 المرات، وخلاوني تما في ديك الدار. قالوا لي ممنوع تخرجي، حيت هو كانوا مازال طلقوه والجمعيه كانت في صفي عارفاني انا مظلومه. ما عليناش، جلست في داك الدار. عطاوني في واحد بحال اللي كتهبطي بحال لاكاب، كاينه واحد سميتو دار الشرجم على برا ولكن لتحت مخبيه. ما عليناش. وكانوا ما عرفت شافهم كيخرجوني وكيجيبوني، هما اللي كيجيبوني وكيديوني. كان بالليل كيجي تما وكيبقى يغوت يا الفاعله يا التاركه ما نقولكش. وكانوا كيسمعوه العيال. قلت لهم اخواتي شهدوا لي عند البوليس بان كيجي. قالك لا اختي خصنا بمشاكل، نتوما عارفه العربيات كي دايرين. ما عليناش. وليدي مسيكين كانوا كيجيو يديروه. ما طاح لي واحد المرضى ما نقولكش، هذه اللي بعمري نساها. الدري تصور ديتو ليجيرجونس، قالوا لي عنده القبض، غسلولو مشى حاشاكم داك هكا. عاود رجعت ديتو للطبيب اختصاصي، قالك حقا مصرانو واقف. عرفتي الدري ما كياكل ما كيشرب ولا حركتي به الناموس كيبقى يعيط الله اللي خلقو. كنفرج له كاشه في الارض وكيرقد. تصوروا هذاك النهار بالليل ما بغاش ينعس ليا الدري، وهما يعيطوا لي على طبيب اللي كيجي للدار. قال لي الولد دابا تديه، دابا تديه، الولد راه يموت. تصوروا كيتقيا داكشي الولد خضر. ديتو ليجيرجونس شدوه. تصوروا دخلت الربعه ديال العشيه 8 الدري دار لوبيراسيون. كانت طرد قلت له بانديسيت، هي المسطرانه الزايده تفرقعت له في كرشه. ها العذاب الثاني 11 يوم خيتك وانا راقده في داك الطبيب. وقالوا لي غنجيبوا لاسيستونس ديال الدري الصغير فين يمشي، حيت ما عندي لا عائله لا حتى شي واحد اللي شد ليا ولدي. تصوري طحت ليهم على رجليهم وكنبكي كنقول لهم عافاكم ولدي خليه معايا. بالرغيب وبالطليب وهضروا مع المدير ديال الطبيب وداك الشيء. عاد جابوا لي ناموسيه وخلاو الولد ينعس حدايا. والولد عندي كان في صغره كان حراكي وداك الشيء وكيغوت، كنبقى نسلك معاه العذاب كنتعذب. وداروا لي قالوا لي ممنوع تخرجي للكولوار. تكرفصت ديال ما نقولكش. من بعد خيتك قالوا لي راه غادي نحولوك، غادي ندوك لمونبوليي، ل 115. ولكن قبل كانت وقعت واحد الواقعه. كان جا تما وكيغوت، كانوا الفوق هما خدامين. قالوا لي غير يجي ديري لنا صوني لنا. غير هو جا وانا نصوني لهم. قلت لهم راه هو كاين برا. تصوري خرجوا شهدوا كامل بلا كيجي باقي كيدور بيا. داروا فوطو عيطوا على البوليس ديال البيكالات. جاو ما لقاوش. قالوا لي دابا ما خصكش تبقاي،
داوني خايتك المونبوليي. جلست واحد السيمانه في واحد لوطيل، كانوا باغيين يديوني لواحد الجمعيه واحده اخرى. البنت ما بغاتش تحول معايا، يعني هي تمشي لبيزي وانا نجي لمونبوليي. وهذاك لوطيل خويتي اللي كنت جالسه فيه كان غالي، يعني كيخلصوا ليا حتى 100 اورو، جا حدا لاكار ديال مونبوليي. من بعد قالوا لي راه غنديوك 115 وغتبقاي تمشي تبوانتي لديك الجمعيه حتى تلقاو لك بلاصه، حيت انا ما كانش عندي الوراق وما نقدرش نخلص. يعني قالت لي كاينه غير 4 لي غراتوي، 4 البلايص اللي فابور وعامره ما حتى شي وحده تخرج، حيت البنات الاخرين اللي كيكون عندهم مشاكل وداكشي كيخلصوا، كيكون عندهم لي غيصه كيخلصوا شي 150 200 اورو في الشهر. ما عليناش، جلست في 115 اليوم نبوانتي غدا نبوانتي. من بعد ما خرجت من بيسي الجمعيه مشيت عندي البوليس، حيت كانوا عاطيني كونترول جوديسيير. البنات اللي ما كيفهموش شنو هي كونترول جوديسيير، هو انني خاصني كل سيمانه نمشي نبوانتي عند البوليس، يعني عندي سراح مؤقت بالعربيه، انا فسرتها لكم حيت انا ضربته. سراح مؤقت اخويتك، عيطوا لجمعيه البوليس قال لهم راه كاين وكاين، راه نحولوها. حولوا لي الدوسي ديالي لمونبولي واش نبقى نمشي نبوانتي في الكوميساريه ديال مونبولي. ما عليناش، رجعت كنسكن، عطاوني بيت في 115، بيت في التخوازيام ايطاج والكوزينه لتحت. قلت معليش، كنت راس وليت رجلين، اللهم لك الحمد. المهم نتستر انا ووليداتي. من بعد خايتك بدا كيدخل عندي بالنوابر كذا وهادي ونرجعو، ولا بغيتي نسمح لك رجعي معايا وما نمشيش نتبع الدوسي باش يتارشيفا وما يبقاوش يحكموا عليك ونرجعوا بحالنا لاسبانيا زعما. المهم ما عليناش، انا صافي ديسيديت باش نبعد منه. حتى كيصيفط ليا واحد الورقه مكتوب فيها بان عنده سيرتيفيكا فيها 60 يوم. قلت له شنو مشيتي دورتي السيرتيفيكا باغي ديري للحبس؟ قال لي والله ما زورتها وانا ندير لك ابيل. وسمعت الباب شنو كيقول الراجل، كانوا خيطوه وصيفطوه. شوفوا ربي كيبغيني، داك السيرتيفيكا كان ديال 60 يوم. النهار الاول ما كنتش غنخرج، وعرفتي 60 يوم شحال فيها ديال الحبس في فرنسا؟ فيها 5 سنين. ما عليناش، كان في الاول عنده 8 ايام في السيرتيفيكا، يعني من بعد ما داروا له كان عاطينا كونترول 10 ايام باش يجيو يشوفوا يحيدوا له الغراض. ملي مشاو كيديروا له الحركات ديال يدو، الراجل هاد 2 اسبوع هادو ما كيتحركوش. ملي مشاو داروا له الراديو كلشي، لقاو بسبب ديك الضربه العصبه تقطعت له. يا ميمتي دار اوبيراسيون، خيطوه لقاو له العصبات وعطاو سيرتيفيكا فيها 60 يوم. قال لي الا ما تايقتيش سيري. هزيت داك الورقه عطيتها للمحاميه ديالي، مشات دورتها، كانت واحد المحاميه جزائريه دورتها وقالت لي السيرتيفيكا راه حقيقيه. قلت لها واش بصح فيها؟ قلت لها شحال فيها ديال الحاج؟ قالت لي فيها 5 سنين. بحال هكا، بحال اللي شديتيني وخويتي عليا. صافي تلجتيني، بقيت مبلجه. بقيت كنسايس معاه. قال لي تراجعي ليا ولا غندفع السيرتيفيكا ونصيفطك. دابا هما راه عندهم عاد 8 ايام. وشوفي شكون اللي خاسر، انت غدا بالحبس ولادك غيديوهم لك. شوفي انت اختاري شنو بغيتي. بقيت كنبرقق. رجع قال لي فين كنتي؟ قلت له انا في مونبوليي. رجع لمونبوليي، مشى قلب لك على سكوات طرطقو. بقيت كنمشي معاه من الويكاند للويكاند، السبت والحد كندوزهم معاه. اليوم غدا الراجل لاحظ فيا بانني انا ما بقيتش كنحمل فيه الشعره. فلوسي مشات، الدار اللي كنت كنسكن فيه حوايجي مشيت، انا مشيت كنسكن في بيت. الراجل تصوري من كيقول لي نتيا ما كتبغينيش ما كديريش. المهم كملوا من راسكم البنات، حيت هذا الفيديو يسمعوه بزاف الناس. ما عليناش، واحد النهار خيتك ناض قال لي ما كتشوفيش فيا، اذا كتفكري في صاحبك، اذا عندك هذه، اذا دايره شي حاجه. نوض لك هز لك بونيه وضربني. بقى كيضربني. كانوا عندي 2 تليفونات كيف ما قلت لكم، كنت نخدم في الجروبات. هرس ليا تليفون واحد، شد روتينيت خشى فيها موس بليساها ليا الغوات وحل الباب وقال لي خرجي. تصوري ضربني بموس من هنا من ودنيه. ودنيه هي اللي تبان لكم من هنا مقطعه كلها. الحمد لله ربي حفظني. كانت جاتني واحد الضربه هنا، ضربني هنا في عنقي كلي مضروبه في هنايا والصبعان ديالو. انا شدني الكرايز بداك الحقره وداك الشيء. بقيت كنغوت الله اللي خلقني وهابطه في الدروج، وكنغوت ولادي حدايا. هذيك البلاصه كيسكنوا فيها الناس ديال تيرغير، يا ربي تسهل عليهم. واحد المراه شدتني وعنقتني وكانت تقول لي ما تغوتيش راه يجيو يشوفوك كتغوتي، يقولوا هذه راه شده شي ما تقدرش تشد ولادها.
هدنتني تصوري كل دمعيات والناس مجموعين عليا وانا عا كنبكي. وجا ولادي، جات لومبيلونس داتني، جاو البوليس كانوا هزوه، انا ما كنتش كنسحب لي راهم هزوه، كانوا داوه حتى هو. قال لهم ضربت راسها، هي جات ضربت راسها اون بليس ممنوع عليها تقرب ليا حيت معنفاني. مونبوليي فيهم الرحمه ماشي بحال بيزي، هزوه داوه. انا يا خيتك داتني لومبيلونس انا وليداتي. اين فوا مشيت للطب قالت لها هذه راه ديجا جايه فيولونس هنا. الطبيب اللي كتمشيت له في الاول في راس العام اللي عاودت لكم دخلوني، قالت لي راه خاصك تجلسي تباتي هنا وانت في هذه النفسيه، شوفي شكون اللي يجي يدي ولادك. قلت لها ما عندي، ما كنعرف حتى شي واحد. قالت لي نحيطوا لاسيستونس ديهم لوغي بارونطال بما خرجتي. قلت لها لا. قلت لي سني على وريقه، سنيت على راسي بانني لو وقعت لي شي حاجه نتحمل مسؤوليتي. هزيت ولادي، شعري طلقته باش ما يبانش داك الدم وداك الشيء هكا، الناس كيشوفوا فيا الدم هابط ليا، ما ديتها حتى شي واحد. جيت بحالي للوطيل، جيت وخيتك اللوطيل، عيطوا لي البوليس قالوا لي مدام تقدري غدا تجي لعندنا. قلت لهم نقدر. قالوا لي انت في الطبيب. قلت لهم ما خرجتش من الطبيب. ما عليناش الغد ليه نتعلب ونبرهنا. كان ساكنه هدايا واحد الجزائريه الله يعمرها دار بحال الوالده ديالي. قلت لها خالتي وهبه الله يحفظك شدي لي وليداتي راه غنمشي عندهم. نض الصباح درت لك بواحد التعكيره الله اللي عالم بيا، حيت خصك تباني قويه فهمت، ما عارفه اوروبا ما خصكش تضعفي. المهم وهبه مسكينه جات جلست ليا مع ولادي، ما نقولكش واحد عطيتو طابلات، واحد شعلت التلفازه درت لهم الكاطو. كنتي عارفه الدراري انتو حبيبي حدي خوك. ولادي مساكن ربي اللي عالم بيهم، ما كنبينش قدامهم، كنبان قويه. لبست لك السريويل زيرت على راسي هنا. قلت لك شتي من نهار اللي ضربت 48 ساعه بحال هزيتي سكينه المدلوله سكينه الهبيله وحطيتي واحده اخرى بعقليه واحده اخرى. صافي مابقيتش كنخاف. نط انا يلا خارجه وكنسمع الدقدق في الباب. سيكي سي لا بوليس. قلت له اونشونتي ميسيون رونطري دخل وراني مسكين بكل احترام وراني. قال لي قلت له قال لي ممكن نهضروا معاك وداك الشيء هنا راه قالوا لنا بانك خرجتي من الطبيب وتكوني عيانه وداك الشيء. قلت له ميسيو كنفضل ما نهضرش حدا ولادي، ممكن نمشي معاكم. قال لي وي احسن. هزوني بالطونوبيل ماشي ديال البوليس، بالطونوبيل عاديه. اداوني لقيت واحد السوري مترجم الله يعمرها دار بدا كيحقق معايا. قال لي اول حاجه بغينا نقولوا لك بانك انت عندك كونترول جوديسيير علاش مشيتي عنده. بقيت كنبكي. قلت له ميسيو اول حاجه غنقول لك الراجل راه عنده سيرتيفيكا فيها 60 يوم وانا اللي كنقولها لك، وسير عيط للبوليس واش قالها ليهم. قلت له راه كان كيهددني كيقول لي الا ما جيتيش عندي وما درتيش وما فعلتيش راه غادي يديو لك ولادك وتمشي للحبس. ما عليناش، ما تيقوا خداو من عندي الاقوال داكشي كيفاش هرس لك التليفون طول ولا عرفت كيفاش دار. شكوا فيا بانني انا درت داكشي في راسي حقا باش ندخلو هو ولا حقا باش حقا ضربني وضربته. فهمتي البنات شوفوا ولكن ربي كبير. شفتوا البنات اي واحد كيطلبكم ربي خلي ربي كنآمن بالله. شتي انا كنآمن بالله ربي ما كيخلي حتى شي واحد المظلوم. الا كنتي اختي مظلومه وما تكونيش ظالمه. ما عليناش. هكاك وهو عيطوا الطبيبه ديال الخبره وداك الشيء جات كنسمعو كيقول ليها بالفرنسي وكنفهم ولكن ما عارف الهضره شويه كتكون صعيبه. هادشي اللي جابوا لي مترجم. كيقول لها شوفي واش ضربت راسها راه قال لينا السوري مسكين قال لي راهم شادينو لتحت. انا ما كنتش كنسحب لي راه شادينو. جيت كنقول في سروالي كنقول صافي حيت فهمتي حيت سمعتو كيقول لهم لا ضربت راسها قبل ما ديني لومبيلونس. ما عليناش. جات عراتني خويتك خلاتني غير بالشرط قلبتني بدات كتعبر ليا بدات داكشي قرات تقرار خداو لي ميرسي مدام ميرسي. جيت رجعت بحالي حتى واحد النهار كتجيني استدعاء بان عندي في 2023 في شهر 2 عندي الجلسه ديال مونبوليي. اما الجلسه ديال الضربه اللي ضربته في بيزي حيت كانوا عندنا 2 محكمات. هذه كانوا عطاونا في شهر 11 وما كانش هو عنده محامي. شوفوا ربي شحال كبيره البنات. اجلوها لنا لشهر 1 ومن شهر 1 عاوتاني كانوا اجلوها لنا لشهر 3. لهذا جات المحكمه ديال مونبوليي قبل من المحكمه ديال بيزي. محكمه مونبوليي في شهر 2 محكمه بيزي في شهر 3. هكاك خيتك في شهر 2 صافي تما بقيتش كنخاف ما بقاش كيقرب ليا بقى كيرغب كيتكليب حاشاكم. سمح لي ديري لي. قلت له شوف تقرب ليا بعد مني
المهم تقرب لي ما نقرب لك. ما عليناش. في شهر 2 مشيت للمحكمه، بداو اول حاجه كيقول لي علاش مشيتي، عاوتاني خصك تقولي لهم من الاول راه كان كيهددني وهذه شويه كيجبد داك التصاور ديال الخبره وكيقول لها ميسيو بريزيدون سيدتي الرئيسه، راه الاثبات ديال الطبيب الشرعي كيقول بانه اضربها. هو كيقول بان كان هو والولاد وهي شكون اللي غيضربهم، وهي يا بيديها اليمنى يا بيديها اليسرى، ما يمكنش تقيس هاد الضربات يكونوا هي اللي دارتهم من راسها. حكموا عليه ب2 الحبس، وهو كان حكموا عليه غيابي حيت ما جاش. 2 الحبس، وقالوا بما انه عمره ما ضرب الحبس وما عندوش شي سوابق هنا في فرنسا، وبما انني انا كان عندي معه مشكل حيت ما كانش هذاك المشكل، كانوا غادي يغرقوا له، حكموا عليه ب1.5 ورسي يخلص ليا انا 700 اورو على التليفون والتروتينيت اللي بليساها ليا، والمحكمه يخلص ليها 500 اورو. ما عليناش وما يقربش ليها وهذه. مهم انا استغليت ديك الفرصه. مهم ما عليناش. قبل ما نستغل ديك الفرصه في شهر 3 نوض لك خيك جا. شنو جاي داير هذيك هنا ومريض في الجلسه ديال شهر 3 في بيزي. جاي المحاميه ديالي عمرت لي الدوسي وقادت لي كل شيء، وجايه اقسم بالله يا البنات متاكده بانني انا غادي نخرج منها كيف ما خرجت الشعره من العجينه، وتايقه في الله. دائما تيقوا قلبكم يتيق في الله 100% بان الله ما غاديش يخليكم. ما عليناش. كنقول للمترجمه شتي راه نخرج براءه، كتقول لي لا راه هضرنا مع المحاميه راه يقدروا يعطيوك السوارسي. ما عليناش. ناضت المحاميه دافعت عليا، قالت لهم راه دافعت على راسها وهانتوما شوفوا راه عاود ضربها، ومونبولي كيقولوا بالله هو اللي ضربها كره ما ضربتهاش، وبقاو كيهضروا معايا حتى انا قلت له السيد القاضي والمترجمه كترنكم ما ضربتوش داك النهار، راه ما كنتش غنكون قدامك، راه كان هيقتلني، انا دافعت على راسي. كنت ديجا جبت لهم لي بروف ديال اسبانيا ديال فرنسا وكل شيء، عاونوني الجمعيه ترجمته بالفرنسي وجمعت لي بروف وكل شيء. انا علاش تاكدت انني غنخرج براءه البنات؟ حيت قبل كان جات عندي البسيكولوج والاسيستونس ديال الجمعيه اللي كنت ساكنه فيها في بيزي، وقالت لي البروكيرور صيفطنا مدام سكينه واش بخير هي ولادها ولا محتاجه شي مساعده ساعدوها. البروكيرور اللي كان كيدرس ليا الدوسي ديالي. من بعد حكم عليا القاضي بالبراءه بريئه، وقالوا له انت عندك اكسبوسي خصك ترجع لبلادك. بقى كيقول لهم ولادي قال له ديك ماشي قضيتنا، المهم انت تقدر تخرج من المحكمه يلقاوك ويرجعوك لبلادك. رجعت ما بقاتش خويتك تصرت ليا داكشي اللي دار ليا وهذا الشيء كامل وشنو درت معاه وشنو دار ليا. رجعت انفو هو صونا ليا بنمرته، مشيت بوزيت بلان صورت داك البلان صيفطته لعائلته، قلت له ها هو، قلت له دابا راه هو واش كيقلبوا عليه، ناض لك جمع لك بويليزتو 1 2 رجع بحالو للمغرب. هادشي اللي كاين. من رجع للمغرب خيتك بقيت انا بوحديتي في فرنسا، تهنيت منه. عاد خيتك رجعت فيا الروح، وليت نمشي للبسيكولوج، كان خرج داكشي، وليت ندير اليوغا، وليت ندير سبور، اختكم ولات وحده اخرى، وليت مهليه في راسي. تصور ملي كان هو كنت دائما ميته بالخلع، اليوم قتلني غدا قتلني، حيت كنت عارفه نرجسي خبيث، ما نقولش لكم خبيث. خرجها مني. بديت وليداتي حتى هما كنداويهم. علاش؟ حيت عندي الولد الكبير عنده بروبليم بيغيمون كونسونطراسيون، الصغير مسكين عندي فرط في الحركه. بديت اختي مهليه في راسي في وليداتي. رجعت كنخدم عليها باش بنت سكينه مدام الطاقه الايجابيه، باش كنت كندير معاكم البنات داكشي ديال الريجيم. من بعد خويتك ولدي الكبير خصو يدخل لواحد البلاصه سميتها امبيوار، يعني الدراري داك بسيمونطريسيتي وداكشي كيخصك ضروري اوتوريزاسيون ديال باهم. اوتوريزاسيون ديال باهم كي غندير ليها؟ ديجا هضرت مع عائلته، ما قالوا لك ما عندناش حق اتصال به، دفع الطلاق ديالي خويتك، طلقت وما مصدقش رانا مطلقه، واخا تعذبت عاد طلقت. صيفط الوكاله لامك ديري هذه. القاضي عطاني الحضانه ولكن ما عطانيش الولايه الكامله، كنت دائما فيما كنمشي كيخاصني بواهم. نط انا خديت النمره ديالو في المغرب وهضرت معاه، قلت له شوف ولد الناس انا وياك تفارقنا كل واحد مشى على طريقه، يعني انا راه غادي ندعيك على النفقه، عطيني لوتوريزاسيون، دير لي الدري اللي زاد في الحاله المدنيه ديال المغرب، قيدوا لي مع خوه اللي زايد في المغرب، يعني اللي زايد في اسبانيا يتقيد مع خوه باش تعطيني عقد ديال وندير للدري الباسبور. قال لي عمرك اللي حلمتي به.
قلت له راه غنتبعك. قال لي سيري الا صورتي شي حاجه سيري تشوفي، ما تصوريش وما ديريش وما تفعليش. من تما خويتك عمره ما تفكر ولادو، حتى بكرسون عمره ما حيط لهم شي باش يسول عليهم يقول لهم السلام عليكم لاباس عليكم وليداتي، عمره ما سول فيهم. كان كيف في الاول كيقول لي الا بغيتي ندير لك صيفط لي الفلوس ونصايب لك، كان بغا زعما يبقى في ديك الساعه ديك كاينه الدمدومه ديال شحال هادي. قلت له اللي في جهدك ديرو، حقوقي غناخذهم. حتى لهاد العام خويتك ضرب شهر ديال الحبس في المغرب على النفقه اللي ما خلصش، جمعت عليه النفقه ومؤخر الصداق وداكشي. اما انا درت له طلاق الشقاق، ما بغيت منه اعطف خبزه. حتى لهاد الايام قال لي الا بغيتيني ندير لك، انا بقات فيا غير اختي اللي كتجي تجيب لي القفه وجاتني مع رمضان، اما انا ما عنديش ممكن ندخل الحبس. الا بغيتي تنازلي لي على النفقه وانايا ندير لك غير نعطيك غير الولايه الكامله، اما هذاك الشيء نهضروا فيه من بعد نحط لك الدري في الحاله المدنيه. قلت له شوف اخويا على الفلوس غادي نخلص المحاميه وغنعاود، غير دير في مخك بان فيما تقدو زعما غنبقى نمشي يعني ننفذ عليك الحكم، ما تقدر دوز شهور. واحد الطيدي ما نقولكش. تصوروا في فرنسا عيط له الطبيب، عطيته رغبتهم وطلبتهم ديال ام بي، قلت لهم عافاكم ولدي ومحتاج يتعالج وهذاك الشيء، فهمتوا. ما نقولكش واقفه مع ولادي دائما لو خطفوني داكشي شافوني المعلمه عمرت الدوسي حتى هي صيفطاتو الام بي او. ناضو هزو التليفون جابوا مترجم عيطوا له في المغرب، قال له ولدك راه محتاج ممكن تعطينا الاوتوريزاسيون. قال لهم شوفوا انا مبغيتهمش داو لي ولدي خليوه هكا خليوه. شوفوا الاباء كي دايرين يعني زعما كينتقم مني انا، فهمتوا. المهم ما عليناش، خيتك بقيت خدامه في فرنسا، خدمت كونطرا سيدي، كنت كنخدم مع البنات كنسويفي معاهم، كنت كنبيع لي تيزان لاكين داكشي. كنت خويتي مدبارني راسي مع انا ووليداتي. لاسيستونس كانت كتخلص ليا السونطر لوازير اللي كانت مكلفه بيا مع 115 سونطر لوازير. كانت خويتك كتعاوني بحال هكا في لاكونتين، انايا كنت عايشه بخير. ما عليناش. الوراق ديالي قربوا يوفاو ليا، يوفاو 11 في شهر 6 في 2024، وانا كنت في شهر 10 في 2024 غادي ندير 5 سنين في فرنسا. هكاك خيتك كنت كنخدم مع واحد الوحده، قالت لي ندير لك كونطرا ولكن تخلصيني، وانا عجبتيني وبغيتك تبقاي معايا وغندير لك كونطرا طون بلان. خلصت خويتك عطيتها 700 اورو، دارت لي كونطرا بالرغم انني كنت كنخدم. كنت كنمشي من مونبولي ب 10 دقائق في التران، ومن التران كنت كنمشي لواحد باياغ، واحد البويبلو يعني واحد الفيلاج كنخدم فيه في واحد الفيلا، كنخدم 4 السوايع. وفي العشيه كنمشي واحد الراجل هو ومرته كنمشي نطيب لهم الماكله، وهكا راجل كبير كبار والله. من بعد جمعت الدوسي ديالي، شريت رانديفو ب 150 اورو. كما كتعرفوا صعيب باش تاخدي مع البريفكتور. خايتك تايقه في راسي بانني غيعطيوني الوراق، حتى كنتفاجئ. المهم شديت بعد رانديفو 6 في شهر 1. جمعت الدوسي ديال الفيولونس، جمعت الدوسي ديال ام تي بي اش ديال ولادي بلا مراه، جمعت الدوسي ديال لي بروف ديال المدرسه، لي بروف شحال انا هنا تروتيني شريتها بفلوسي، ايفون شريته بفلوسي، كنت نجمع نشري لولادي اللعاب، نشري لهم طابلات هذه كنت ندير فيها كتورات. جمعت خيتك الدوسي كامل، مشيت دفعته 6 في شهر 1 في البريفكتور. بقيت كنتسنى الدري اللي كندفع معايا واحد الجزائري، جاوبوه في شهر 3 عطاوه الرفض. هذاك الراجل اللي كان خدا لنا الرونديفوات كنا كنتواصلوا معاه، شنو هذوك الناس، حيت هذاك الوحيد اللي في مونبولي كيشد الرونديفوات. قالنا راه عندنا لكم خبر خايبه، راه هذوك كاع اللي دفعوا في شهر 1 رفضوا ليهم. حيت علاش؟ من سوء حظي 23 في شهر 1 خرج قانون واحد اخر، وانا كنت دفعت 6 في شهر 1 بالقانون القديم ديال دارمانا، و23 في شهر 1 جا قانون ديال غوطايو اللي هو 7 سنين وزائد 3 سنين الدراري كيقراو. يا خيتك في شهر 5 كانوا رفضوني، عطاوني الرفض. المهم انا ما قلت لكمش قبل في 2023 هكا البنات. في شهر 11 كنت تزوجت الزوجه الثانيه، تلاقيت مع واحد الانسان مهم تزوجت به. وكنت في شهر 1 كنت حملت. عليناش كنت خيتك واخا كنت تزوجت كنت باقا شاده داك الوضع، يعني كنا كارين انا وياه دار اللي كنا درنا فيها الحلال وكل شيء، وجاو العائله ديالو والصحاب ديالنا وداك الشيء.
ولكن كنت كنمشي نبوانت، يعني قلت نبقى في داك السونكان حتى يعطيوني الدار، يعني غير يخرجوا لي الوراق ندفع. ايوا من بعد خيتك منين حملت بقيت كنقول مهمتي شنو هذا الشيء. ما قلت لهمش رانا حامله بعدا في الدوسي، قلت ندفع دوسيه بحال هكا واخا 6 شهر واحد راه كنت عارفه راسي حامله. قالوا لي الناس بان راه الطاليان كتصايب الوراق. شويه بديت كنقول لا نمشي لاسبانيا، انا والده ولدي الاول ونزيد نعاود نولد ولدي الثاني غادي يعطيوني الوراق. عيطت لصحاباتي، عيطت واحد الدري كان معايا في السيتي، في السيتي مليليا، قلت له خويا عافاك، هو اللي كنعاوني في الوراق، ممكن تعاوني تهضر مع المحاميه ديالك. صيفط له الوراق ديالي، صيفطاتهم المحاميه الاسترانخيريه، قالوا ليها هاد الوراق راهم مؤقتين، حيت الخمس سنين الاولى اللي خديتها مؤقته كتعاود بالكونطرا ديال الخدمه. وقالت لها قال ليها واش ما زعما ما كاينش شي سوليسيون ولا شي حاجه، راه والده تما. قال لي واش ولدك عنده الجنسيه؟ قلت لهم لا، راه غير والده، ما صايب شنو حتى الوراق ما عندهمش. قال لك لا، غتجي تعاودي تيمبو من الاول، جلسي معاه 2 عامين ولا 3 سنين عاد ديري. سولت على الكونطرات البنات، كنعرف البنات اللي كانوا معايا في السيتي، كونطرات اختك كدير 4-5 المليون. بديت عاوتاني كنسول البنات اللي هنا في ايطاليا، قالوا لي راه كاين واحد القانون بانك الا كنتي حامله وجيتي ولدتي هنا في الاراضي الايطاليه كيعطيوك الوراق ديال 6 شهور. بديت كنفكر، ما قدرتش الصراحه ناخذ القرار، قلت لا ولادي كيقراو داك الشيء. في الاول فكرت في الركور شويه، جلست حتى فكرت ايام وايام وانا كنفكر في هذه الخطوه اللي غندير. ولادي كيقراو، ولادي كيسويفيو، هي ميمتي كيفاش غندير مده وانا هنايا. بديت كنفكر بزاف د الحوايج، كنسمع الناس كيدفعوا الوراق يجدوهم كيرفضوا ليهم، كاين اللي عنده 10 سنين كيعطيوه عام. كنشوف راسي نهار كامل وانا العذاب، جري هنا جري هنا جري هنا، وجلست من الخط ما بقيتش خدامه حيت كنت حملت. فهمتوا نتوما، عارفه الراجل يعني اللي كنت متزوج به الثاني كيصرف، يعني ما ناكل ما نشرب يخلص كراه، ولكن انا كنبغي نعتمد على راسي كيف ما كتعرفوني، بالخصوص يعني جوج الاولاد ماشي ولادو، يعني ما كيقول عليهم والو، ولكن كنحس بها كتقلع باش تقول له عطيني نجيب لهذا وهو ماشي ولده. فهمتي، هو كان كيبغي لي ولادي، ولكن في الاول كيقول لي باهم، وهذا الشيء حتى عرفوا على حقيقته، يعني كيقول لك باهم يصرف عليهم، باهم يعطيهم، ماشي كيقول لك انا ما نصرفش عليهم، يعني باهم يتفكرهم، عطيه يهضر مع الدراري. كيسمعوا ملي كيهضر مع الدراري كيقول له لقيتي فيا كلك ما لقيتيش فيا الخير كاع ما ندير لك باسبور، يعني درت لك باسبور باش طلعتي لاوروبا لولدو الكبير. كيسمع شنو كيقول على الدراري. واحد النهاريات بدا كيهضر كيقول له، سمع ولدي الكبير كيقول له بابا، قال له باباك هذاك راه الفاعل التارك ديال امكم. بدا كيعاير في الراجل. الاخر هضر معاه قال له شنو هاد الهضره اللي كتقول مع الدراري، راه حشومه، وزعما هضر معاه في على قبل باش يعطي لولدو بوتيغازاسيون داك الشيء. بدا كيقول له انت واخد هذيك راه دايره وفاعله وتاركه وراه درت ليها وفعلت ليها، نكملوا من راسكم. من تما هو يعرفوا على حقيقته، تما عاد ولا كيتعامل مع ولادي حسن واحسن واحسن. كيقول لي هادوك بحال ما عندهمش باهم، شوف الاب شنو كيقول على ولادو. يعني فهمتوا، يعني فريمون ولادي مساكن بحال اللي ما عرفتش، كنحس بواحد الاحساس بحال اللي ما عندهمش باهم، ما عليناش. حاج عمرو دارت حتى الهضره، غير الهضره عباد الله باش يقول لهم الو. انا قلت له نتنازل لك على كل شيء، غير عطاني لوطوريزاسيون وبقى تهضر مع وليداتك ان شاء الله ما يستاهل عندنا الله يجيب عندك المغرب هادي، تبقى علاقه زوينه بيناتهم. قال لك لا، المهم ما عليناش، ما نعطيكش حتى تعطيني وديريني، ما كيبغي بروفيتي، ما عليناش. من بعد اختي قررت وخديت القرار بانني انا غادي نخرج من فرنسا وغنجي لايطاليا. جيت خيتك لايطاليا عاوتاني العذاب غينوض. خرجت قطعت مع 4 ديال الصباح، خرج خويتك بوبي ليزا وجراره وسكان ديال ولادي وشاده في الكبده وخارجه كنبكي ولابسه خويتك على واحد الغوبه مع كنصهد. جيت في شهر 8 باقي ليا هكاك واحد 3 او 2 سيمانات باش نولد، كانوا باقي جيت لاخر شهر 8. قطعت خويتك من مونبولي نيس، ومن نيس لفينتيميغري بالتران، دخلنا جينا نهار كامل وحنا كنضربوا في الطريق، كنضرب في الطرقان. المهم منين جينا كنا ديجا كرينا دار. كان راجل اللي هضر مع الناس اللي سميتو الناس اللي هذا اللي كيعرفهم
كانوا اصدقاء ديالو، لقاو لنا دار ب 450 اورو مع واحد التزنقر. التزنقر البنات هما هذوك لي جيطون خيطانوس كيقولوا لهم بالايطاليه، و لي جيطون فرونسي. جلسنا عندها يا خيتي غير في الخلاع حدا البحر، واحد الخربه ما نقولكش هي دار ولكن ما كتخرجش كتبان بحال الخربه. كان فيها جوج بيوت، بيت لوليداتي وبيت ليا وكوزينه وفيها مريح. جلسنا فيها كنتفاجئوا بمولا الدار، ضربنا عند واحد اليوم انا ما 3 ايام وهي تجي، قالت لنا هذيك 450 اورو راه كريت لكم غير بيت، يعني دابا غادي تخويو ليا بيت وغتخلي الولاد يسكنوا معاك في البيت. قلت لها لا ما يمكنش، الدري هذاك اللي كان كيعرفو كان كيترجم لنا. قلت لها لا ما يمكنش، قالت لك غنجيب لكم البوليس. قلت لها جيبيهم. جاو البوليس قالوا لنا بانكم مكانين بلا كونطرا لا والو غتخرجوا. انا قلت لهم ما غاديش نخرج، يعني كون شي وحده ضعيفه ما عنديش شخصيه غنخرج. قلت لهم هاد السير شكون عطايا؟ قالت لهم دخلوا ليا لداري. هو يقول لها كنفهموا بالحركات، كيقول لك كيف ما كتعرفوا فرنسي والاسبانيونيه شويه واخده ايطاليه من هك ومن هك. قلت لك فيك تعرفي الاسبانيونيه راه غتفهموا شنو كيقول. كيقول لها واش كتحماقي عنا كيفاش هما عندهم الساروت وكتقولي طردوا لك دارك. المهم ما عليناش، قلت له ما عنديش فين نمشي وغادي نبقى هنا في هذا الدار. بقيت تما خيتك في ديك الدار وكيشربوا وكيغوتوا وما نقولكش البلباله ويوميا المشاكل. واحد النهار كانوا كيتناقشوا مع راجلي وهما يدفعوني خيتك. طحت على كرشي، منين طحت على كرشي جات لامبيلونس، جاو البوليس داوني للطبيب. جلست فيه جايه لسيمانه وانا جالسه في الطبيب. مره كيدخلوا لي ولادي باتوا معايا، ما نقولكش تكرفست خيتك وجاني الوجع ديال الولاده وما بغاوش يولدوني. واخا كنت في 37 اسبوع قالوا لي ما يمكنش، بقاو كيعطيوني الدواء ديال الوجع باش يهدنوا عليا. واخا داك الوجع ما كيهدن عليا والو، ما نقولكش تكرفست ديال بصح في داك السبيطار. من موراها قلت لهم غادي نخرج. قال لك لا غتبقاي هنا حتى تكملي الاسابيع ديالك باش تولدي. انا كسحب لي حقه بحال السبيطارات ديال فرنسا واسبانيا. انا خيتك خرجت وهما عيطوا لي الطبيب، عيطوا لي تميت غادا كنقلب شكون اللي ترجم لي. لقينا واحد المصري مسكين، هو يقول لي قال لي راه قالوا لك الا ما رجعتيش للطبيب وسنيتي على الورقه راه يعيطوا لك على البوليس. انا راه السيستيم ديالهم شي شكل. قلت له علاش يعيطوا لي؟ قال لك باش ما يتحملوش هما المسؤوليه، انت مريضه ما خصكش تخرجي. عاود خيتك شديت الطابيس ومشيت للطبيب وسنيت على الوراق وخرجت من عندهم. من بعد خيتك بغيت نمشي نرجع للدار، لقيت خيتك الزنقريه خرجت لي حوايجي ورماتهم ليا. هكا جمعتهم الباليزات ورماتهم. هزينا دوك الباليزات خليناهم عند الناس ومشينا عاوتاني رجعنا حتى لحد داك الميسري كنهضروا معاه زعما واش كاين شي كرا ولا كاين شي حاجه. ما لقيناش، قالنا ما كاينش اللي كري ليكم. بقينا تما كنسولو خيتك الفلوس اللي كنا جنا مبقاتش عندنا. واخا ما عرفت شنو يكون عندك بالخصوص الايطالي، ملي كتكون عندك الطوموبيل كلشي كيكون غالي باش تقداي باش هذا. وهذيك البلاصه كنا ساكنين في الخلا. قلنا شنو سميتو هذاك الميسري مسكين، قالنا غنديكم مع عندي للدار باتوا عندي هاد الليله وغدا عاوتاني يكون حل نقلبوا معاكم. مسكين بقينا فيه. من بعد كنا هضرنا مع عمه راجلي، قالت لي راه كاين واحد البلاصه في واحد الفيلاج، راه كاينه واحد الضرب واحد الثمن مناسب، راه ديال واحد الراجل حقا. مشينا عند الراجل سكننا معاه، يعني خلصنا ديك 250 اورو. جلسنا دار ساكن ترونكيل. من بعد جات مولات الدار قالت لك نو هذه الدار ماشي ديالو هو، ها كيفاش دخلكم، خرجوا في اقرب وقت ولا غنجيب لكم ولا غنديروكم. اخرجت خيتك بقيت كندور. مشيت عاوتاني لسنو سميتو هذاك شنو كيقولوا ليها هنايا، يعني بحال البوليس كيقولوا ليهم كويستورا. مشيت للبريفكتورا زعما باش يلقاو ليا شي جمعيه ولا هذه على الكرا يلقاو ليا فين نسكن. من بعد نهار كامل حنا كندورو خرجت لنا وحده من البريفكتورا قالت لك ما كاينش، حنا عندكم نمره ديال واحد الجمعيه سيروا ليها. مشينا لديك الجمعيه قالوا لنا عطيونا الوراق اللي عندكم، عطيناهم الوراق. قال لك نتوما الجمعيه ما تقدرش تعطيكم الوراق حيت عندكم هوسبيتاليتا. حيت حنا منين دخلنا قالنا واحد لا ما درتوش هوسبيتاليتا. كنا شريناها ب 400 هو 200 وانا 200. شرينا من عنده زعما تعامل معنا. وداك الهوسبيتاليتا فوق، حيت النهار اللي ولات يعني فوق يعني مزوره
نهار اللي وليت ولدي الصغير مشينا نقيدوا الدري وعيطوا لديك البلاصه اللي عندنا فيها، قال لك هذه راها ما مقيدينش وحسهم ما كاين نصب علينا، ردوا البال البنات. ما عليناش. من بعد اختي شنو سميتو قلت لهم انا راه فو هذه وهذه وهذه في الكويست في البريفكتوره يا ربي في الجمعيه. قلنا لهم نفو، قال لك نو المهم مقيده راه انت هي عندك فاليدي غتسالي لك حتى لاخر شهر 11. ما عليناش. واحد المراه مسكينه خرجت كتخدم في البريفكتوره عاودت عطاتنا النمره ديال المحاميه عطاتنا البلاصه في كاريطاس نمشيو نباتو فيها السبت والحد والاثنين، دارت معنا في الصباح. جات هزتنا قالت لينا راه غادي نديكم شنو سميتو انا ووليداتي. المهم هذاك المشكل اللي عندي مع الراجل الاخر يعني مبغيتش نهضر فيه، نحاول نهضر غير على راسي. ما عليناش. تهزيت غير انا وولادي، داوني شنو سميتو جابتني نيشان لهاد البلاصه اللي انا ساكنه فيها دابا، كنيسه اختي حداها الباب كتدخلي كتلقاي دار كبيره مع الراهبات هما اللي مسكنيني دابا. ويعني تبارك الله يكثر خيرهم، عاطيني يعني كناكل وكنشرب وعاطيني بويت انا وليداتي بما لقاو لي حل، يعني كيقلبوا لي على كريه. هاد البلاصه اللي انا دابا فيها يعني هاد الفيلاج اللي انا فيه ما لقاوش ليا فيه الكرا، فهمتوا؟ دابا راه غادي نحاولوا عاوتاني مع الراهبات في شي بلاصه اخرين بما يحاولوا يقلبوا، وكنتمنى يكون خير. المهم هذه هي قصتي، كنتمنى نلخصها لكم، اما هي طويله وبزاف الحوايج غير نلخص لكم البنات باش تستافدوا. وهذه هي قصتي، وشكرا لكم بزاف على الدعاوي ديالكم وعلى اي واحد ساعدني ولا ساندني ولا غير بكلمه زوينه. شكرا لكم بزاف.